يا أخونا أحمد، أنت سامعني؟ أهلا ايوه يا يا دكتور دكتورة معاك. حنان. أنا آه، دكتور. الصانع الأول يا دكتورة كائن حي عاقل عقلا ولا مادة؟ لا، أنا كنت طلعت بعد ما حضرتك قلت إن يستلزم وجود الشيء المعقد صانع ليه، مش كده؟ طب اتفضلي علقي، لأن أنا مش فاكر أوي. اتفضلي علقي. طيب هو حضرتك كنت بتكلم باحث يعني. طب إيه دليل حضرتك إن هو مازال باقي؟ ليه ما يكونش فنى؟ ليه ما يكونش إيه؟ وبعدين حضرتك لجأت للفلسفة دي لما كنتش متعرف على الموجودات، يعني حتى لو في مادة داخل الكون هتفترض إن المادة المظلمة دي إن ممكن يكون منها الحاجات اللي إحنا مش قادرين على رصدها، ولكن هي خاضعة للقوانين الفيزيائية. ده معناه إن الحياة اللي في الكون ينفع تيجي من غير كائن حي؟ يعني ينفع فاقد الشيء يعطيه؟ انت اساسا بتفترض انها فاقدة الشيء، مع انها بتنتظر حتى تتهيأ الظروف عشان يأتي من وراءها شيء. يعني لو في ورا ده مريد وكلي العلم وكلي القدرة، هيقول الأشياء كن فيكون. لكن الأشياء ما بتنتجش إلا بتهيئ الظروف. عوامل عشان يحدث مطر، لابد من ظروف مناخية معينة عشان يحدث مطر. بتتهيأ الظروف فأي حادث في العالم مبني على تهيؤ الظروف، مش عجب، مش بيحدث بطريقة خارقة. فاهمني حضرتك؟ فكل الموجودات اللي حوالين حضرتك بتؤثر على بعضها البعض. فقد يكون طيب. اللي بتنسب له وجود الكون فنى وتحول طيب. لجزئية من الموجودات بشكل آخر. طيب، لو أنا اديت واحد فقير فلوس كتيرة، ده معناه إن أنا بمتلك مال ولا مش معناها؟ أكيد طبعا، بس الأمثلة دي فاسدة لأن حضرتك لأ استني، تاجر. هاقول لِك أنا، ده سؤال تمهيدي. تمام. طيب لو أنا ادّيت الفلوس دي لبنك، والبنك ادّاها لراجل مندوب تسليم، ومندوب التسليم راح وصّلها لمرات الراجل، ومرات الراجل وصّلتها للراجل، مش دي ظروف تهيّأت؟ أي بس حضرتك انتظرت، كل ده عوامل حضرتك مالكش دخل فيها، عليك الجزئية الأولى. إذًا وجود الظروف لا تنفي وجود المُعطي، بل أعطى عن طريق هذه الآلية. ولا تثبت بقاء، قد يفنى. أنت محتاج دلوقتي. يبقى إحنا أثبتنا ضرورة أن يكون حيًا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولو أعطى لأ، بظروف، ما هو حضرتك غير أنكِ تقولين ما هو حضرتك بتدّي له لربما صفة مات دائمة. بعدها. يعني بُص حضرتك، أنت الراجل اللي هيدّي الفلوس ده ما هو ممكن يفلس. يعني لو أنت هترجع للمثال الأساسي وهتعتبر إن الموجودات مسؤول عنها هي مُريد مش وكُلّي القدرة وكُلّي العلم. خلّيني أكمّل لحضرتك المثال اللي أنا يمكن مش عارفة أوضّح وجهة نظري. أنت حضرتك بتعتقد إن مجرّد إن حد يسلِّم لحضرتك بوجود مسؤول عن كل الموجودات اللي هي ممكنة وغير مفتقرة بالمناسبة، لأن كل العناصر اللي بتعتمد عليها ممكنة زيها، والعلل اللي أوجدتها بتتحول لممكنات فيما بعد. كل الظروف اللي حضرتك شايفها دي لجأت للفلسفة القديمة قبل ما تكتشف العالم المنظور اللي قدامنا. وبقول لحضرتك إن أي حاجة داخله بتخضع للقوانين الفيزيائية. حضرتك بتقولي إن المسؤول الأول اديته صفات بناء على إيه؟ مع إن كل الممكنات اللي حوالين حضرتك الأشياء اللي أوجدتها ممكنة زيها، أثّرت على طيب. بعضها البعض. وفي نقطة برضه بتغفلوها في الحوار، وهي إن السببية ب م متسلسلة. لأ، هي السببية متبادلة زي البندول. يعني ممكن شيء يبقى سبب طاقة تتحول لمادة، وترجع المادة تتحول للطاقة اللي هي أوجدتها. ففي المرّة طيب. الأولى الطاقة كانت ممكنة وعِلّتها المادة، والمرّة التانية أصبحت المادة هي اللي ممكنة وعِلّتها الطاقة. طيب لو أنا عندي إزازة زيت بتُنتج على خط إنتاج، وخط الإنتاج ده عبارة عن مجموعة من الأجهزة، جهاز بيعمل كذا في إزازة الزيت، وجهاز بيعبّيها، وجهاز بيغطّيها، وجهاز بيصُب فيها الزيت، وجهاز ما أعرفش بيعقّمها وكذا. مش دي ظروف فيزيائية موجودة في المصنع؟ يا دكتور شامي، حضرتك بتتكلم على ممكنات. حتى اللي مسؤول عن إدارة هذا المصنع ومصانع غيره إنسان، هو محتاج هذه الممكنات لاستمرار الحياة. لو هو ما عملش إنسان كده مش هتستمر حياته. هو يعني المسؤول عن الإنسان هذه الظروف؟ كلها، يعني حضرتك بتديني أمثلة
بحاجات قاصرة. انت لما بتيجي تتكلم على حاجة في المطلق انها كانت هي البداية، ممكن تكون هي فانت ودتنا الموجودات دي كلها أنتِ تحولت حضرتِك الينا. قُلتِ أنا فاهم اللي حضرتِك بتقوليه، أنتِ بتقولي دلوقتي كمان إنسان هو اللي مسؤول عن هذه الظروف، يبقى يجب إن المثال الظروف بتاع الفيزيائية حضرتك، اللي واحد عامل مصانع للغذاء ومصانع للزيت ومزارع وأماكن مزارع للإنتاج الحيواني، عامل كل ده عشان تستمر الحياة. لو ما عملش كده هيهدد بالمجاعة ويموت، كأنه هو بيعمل ممكنات عشان تبقى علة لوجوده فيما بعد. طيب برضه مش هنتكلم في هذا، هنتكلم في إن هذه الظروف الفيزيائية لم تنفي أنه موجود، لا متفقين؟ ازاي؟ ده انت حضرتك محتاج تقولي ان هو مازال باقي، انت ما عندكش دليل، لان اللي موجودات كلها تقصدي دلوقتي. بعجزي عن إثبات أنه ما زال باقيًا يعني أنه لم يكن موجودًا؟ ده هو يعتبر مختفي بالنسبة لك. لو انت بتتكلم عايز تتخيله بقى ذهنيا ويبقى بالنسبة لك هو والعدم دي شيء مرحب بيه طبعا، ولكن يبقى تخيل والد ذهني. حضرتك ما كانش موجود أصلًا لأنه الآن مش موجود. لا يا فندم، لا هو كان موجود، ما بقاش موجود دلوقتي. ده معناه هيسقط على حضرتك ان انت اللي بتنسب له ان هو علة ممكن يفنى. يعني يبقى علتي إحنا كده اللي هي ابويا وامي فنوا. يبقى إحنا كده اتفقنا على أن توفر الظروف الفيزيائية يوجب وجود عاقل وفرها، دي أول نقطة اتفقنا عليها. لا، ما هو يا سيدي الفاضل ممكن تكون الظروف الفيزيائية هي كانت علة لوجوده. لوجود صاحب المصنع، ايوه، ما انا شرحتها يعني صاحب لحضرتك. المصنع اللي ركب الأجهزة بنفسه، الأجهزة هي اللي أوجدته؟ لا، ما انت حضرتك مش فاهمني، انت دلوقتي عايزها بصورة مباشرة تكون هي العلة المباشرة. الانسان بيبني مصانع ويزرع مزارع عشان يحافظ على بقائه. لو مش موجودة شكل اللي موجود دلوقتي، ممكن الانسان يفنى، يهدد بالجوع. الجوع ما بيبقاش عنده لا مصادر شرب بلاش ولا حاجة مصادر. فيها تقليد للجوع. أنا صنعت لعبة لابني ما هو عن يا طريق سيدي مش الجوع بالتحديد، انت بقاء حضرتك محتاج عشان ما تموتش من المرض، محتاج ادويه. استخدمت بلاش الماده. الحاجات الستة، بلاش الحاجات الستة، اللعب. أنا صنعت لعبة بلاستيك لغيري مش أنا اللي الصوت راح. صنعتها. اللعبه وحضرتك باقول لحضرتك فنيين، الصانع والمصنوع يعني ممكنات. يعني انت يبقى هم استهديت كانوا على موجودين والّا ما صانع كانوش ومصنوع، موجودين؟ الاثنين ممكنات يا دكتور احمد شامل. يبقى كانوا موجودين والّا ما كانوش موجودين؟ إحنا لسه حلو بنتكلم قوي في وجودهم، وفنوا مش بنتكلم في وما صفاتهم. بقوش موجودين. يبقى إحنا كده حضرتك اتفقنا على أول نقطة، أن توفر الظروف الفيزيائية في المصنع تعني ضرورةً وجود عاقل وفّر هذه الظروف الكافية هو للإنتاج، خاضع ليها صح كمان. كده؟ يبقى دي النقطة رقم 2 مش النقطة رقم يعني مش 1. مستقله عنه. يبقى النقطة رقم 1 إن فيه كائن حي عاقل هو اللي أوجد هذه الظروف، وبناءً عليه فلمّا حضرتك تقولي إن الكون ده فيه ظروف فيزيائية، ده لا يعني إن ما فيش حد عاقل صنعه. وجود ظروف فيزيائية يقطع بإن لابد إن يكون في كائن حي عاقل صنعه. ليه؟ لأن الظروف الفيزيائية اللي ضرورية لإنتاج اللي أتفه من الإنسان احتاجت لعاقل. يبقى الظروف الفيزيائية الضرورية لإنتاج الإنسان تحتاج لعاقل من باب أولى، بمفهوم الأولى. خصائص هذا العاقل إيه دي؟ هل هو بقى أزلي سرمدي أبدي محتاج لعاقل قبله؟ دي نقطة تانية. اتفقنا على النقطة الأولى؟ لا، هي نفس النقطة. لأن أنا لو هستبدل الإنسان وأحط إنسان آلي هو اللي بيقوم بكل ده، لو هنفترض الإنسان الآلي متبرمج بحيث يستدل على اللي صنعه فيما بعد، هيكتشف إن هو مبقاش موجود. تحول المادة اللي حواليه، مات وتحلل المادة اللي حواليه. فحضرتك دلوقتي الإنسان الآلي أديت بص يا مع دكتور أحمد، أنت ما حضرتك أنا مش فاهمها، بتفترض عيدي فرضية عيدي مثال للصانع. الإنسان الآلي. أنت بتحميني بصفات، يعني أنت دلوقتي عايز تقول لي إن في كائن أول وفي صفات هتحميه بيها، هتديني افتراضيات إن لأ، هو ده أنا باقول لِك مش المفروض. هنتكلم في الصفات لسه، ده أنا باقول لِك يا رب ما نتكلمش في الصفات، ده أنا باقول طيب، لحضرتك نخلص من النقطة الأولى ونروح للصفات. هو لابد إن هو يكون خاضع للظروف اللي حضرتك بتدعي إنها مؤثرة يبقى لابدية بالممكنات. الخضوع هي أول ما سنتكلم عنه بعد أن تقول اتفقنا، على أول نقطة. وأنا أوعدِك إن إحنا نتكلم في لابدية الخضوع. إحنا اتفقنا إن ظروف فيزيائية تستلزم عاقل. الظروف الأولى يعني. الظروف الفيزيائية الضرورية لإنتاج كوباية مثلًا بتستلزم إن عاقل، ما ينفعش مصنع هينتج كوباية توفرت الظروف الفيزيائية لإنتاج الكوباية
ما كانش في حد عاقل مسؤول عن إنه وفّر الماكينات والفيزيا اللي أنتجت الكوباية. أيوه، بس الفكرة الأولى ممكن تكون صُدفة، بمعنى إن أنت ممكن تكون اشمعنى عملت بقى؟ عملية. وهي أعقد من الكوباية، ما وأنتِ أعقد ما من أنا الكوباية هاحكي وأعظم لحضرتك من حاجة أعقد الكوباية. من الكوباية تم اختراعها بالصُدفة. اتفضلي. يعني في بعض الأحيان واحد بيبقى صاحب علم ويعمل تصميم لآلة معينة عشان يحصل منها على تفريغ كهربي، ويجد إن هذه الآلة أدت له إكس راي ما يكونش عارفها في الأول كمان، ويلاقي إنها عملية معقدة جدا اللي بنى بيها الآلة عشان تديله حاجة هو ما كانش مدرك إنها موجودة ولا كان قاصد إن هو يحط لها الأسباب ولا الظروف، ولكن خلق يعني هو بالصدفة. يعني هو كان سببًا عفويًا بدون عقل منه، ده اللي صدفة مش تقصديه. عفوية، صدفة. يعني هو لأن هو بعد ما أوجدها ابتدى يفهم إيه هي الإكس راي ويحط لها خصائص ويعيد الظروف مرة تانية، لكن هي اللي عرفته بنفسها الإكس راي. يبقى خلّينا كده نوثّق اللي حصل، إن كائن حي صنع شيء، الشيء أنتج ظواهر مفاجأة بالنسبة له، صح كده؟ أو ممكن من ضمن والظواهر دي الاحتمالات. هو ما لوش دخل خالص في ظهورها، ولا صح عنده كده؟ علم بيها. المطلوب بقى مش كده، المطلوب إن مش حد حي عاق خالص، حتّة جبنة عملت جهاز والجهاز عمل إكس راي. تخيّلي إن في ناس مُخّها كده يا دكتورة. لا أنت ما فهمتنيش، أنت دلوقتي ممكن يبقى عندك علم ودراية بأشياء وناوي إن أنت تصنعها، وتيجي بالصدفة يطلع من بين اللي حضرتك الظروف اللي هيأتها إن إمم. تحصل على شيء ما كنتش عالم بيه، ما كنت تعرفش طبيعته حتى. ده معناها إن صفاتك أنت، علمك أنت قاصر، مش معناها إن ما فيش عاقل مسؤول عن العملية. تعرفي تمام، لا، لا، حضرتك لأ، الصح لا، إنِّك لا، لأ، تقولي إيه؟ ما لأ بس لأ النقطة أنتِ دي لازم مصممة توضّحها. على الكلام في صفاته. لا، لأ أبدًا، مش عايزة أروح مثال لصفات. حضرتك يبقى صح إمتى؟ كلام حضرتك لأ يبقى ما أنا صح أنت لو حضرتك في شيء ميت، بتقفز شيء القفزة ميت دي ليه يا صنع دكتور؟ جهاز، والشيء الميت لمّا صنع الجهاز أنتج ظواهر كتيرة جدًا ما خطرتش على بال الشيء الميت، الجماد، زي ما أنتم دكتور بتقولوا أحمد، إن ال إن أنت إن عارف إن بُص، الواجب الوجود الأول جماد، مادة، مش عقل. ما فيش واجب وجود، ده هو حضرتك اللي بتفترضه وما عندكش دليل، لإن كل الممكنات اللي موجودة حوالينا تعتبر. يعني في حاجات من يعني غير خلّيني سبب يا أكمّل يا دكتورة؟ دكتور أحمد، خلّيني أكمّل، لإن حضرتك بتروح على النقطة وبعدين بتقول كلام وتقول أنا ما ألزمتش نفسي بيه، حضرتك قُلت اللي أوجد الأشياء بدون علم قاصر، أنا أحيي حضرتك على كده، يبقى عندنا عدة احتمالات إن اللي أوجد الكون دوّة يبقى قاصر، وإن هو أوجده بالشكل حتى هو لو شُفنا النجوم والكواكب هنلاقيها إنها التنظيم بتاعها جِه بعد فترة، بعد تهيئة ظروف، مش هي من ما البداية هو الكلام ده كانت كده. الكلام ده خلّيني لمّا أكمّل نتكلم في لحضرتك، صفاته، لإن أنا أنت باقول عندك لحضرتك كذا نقطة يا ماشي دكتور أحمد. جدلًا، بس إحنا مش عاوزين جدلًا، نتفق مش على جدلًا، النقطة أنا الأولى، اللي باقوله بعد كده لحضرتك ده نكمّل بقية النُقط. يا دكتور أحمد أنت عايز تاخد منّي إلزام ما بتثبتليش، دي مش طريقة إثبات، عايز تاخد منّي أنا إلزام، زيه زي الإيمان، ما نسلِّم بقى ونقول إن الله موجود حضرتك عاوزة بناءً على تتكلمي ده في وده في في مستوى علمه وفي مستوى حياته. ده حضرتك اللي عايز، أنا ما عنديش دراية طيب بعلم ربنا إحنا سبحانه هنتكلم في وتعالى. مستوى علمه برافو عليكِ، يبقى لازم الأول نثبت إن هو عليمٌ حي، بعد كده نتكلم في درجة علمه إيه، علمه قاصر والّا علمه كامل، صح والّا أنا طَب إيه غلطان؟ رأيك نمشي في فها الزمن يا أنا دكتور ذا أحمد؟ أثبت أنه ينبغي أن يكون عاقلًا حيًّا، وقدّمت دليلي هو أن فاقد الشيء لا يعطيه، فما لقيتش من حضرتك رَد غير مسألة إن ممكن حاجات غير عاقلة تعطي شيء عاقل، فقُلت لحضرتك هاتي لي مثال. معلش يا دكتور تدّيني دقيقتين بس وبعدين اتفضلي. تعلّق؟ طيب، هو بناءً على المثال اللي أنا اديته لحضرتك إن في بعض الناس ممكن تكون بدون قصد أوجدت أشياء وبعد كده هي تتبّعت إزاي بتوجد الأشياء دي، ممكن يكون أحد احتمالات وجود الكون بتاعنا اللي إحنا شايفينه واللي كُلّه ممكنات وكُلّه متأثّر ببعضه البعض، إن كمان اللي أوجده كانت أحدث تجاربه، والتجربة دي ترتّب عليها إن هو فَنى ما تحمّلهاش، ده احتمال أو ده ادعاء عفوًا فرضية. الادعاء التاني ممكن يكون أكتر من واحد، لإن إحنا هنشوف الهيئة بتاعة الكون مش كل الموجودات اللي حوالينا نشأت في نفس الوقت، بمعنى حصل بشيء يعادل الانفجار، آثاره زي الانفجار اللي إحنا عارفينه، وبعد تهيئة ظروف بملايين ويمكن مليارات السنين ابتدت تنشأ الحياة على الكرة الأرضية بعد أمّا بردت. برود الكرة الأرضية ووجود الماء ووجود المصادر هيّأت نشأة الحياة عليها. لو إحنا بنتكلم بقى على
حد مسؤول ومريد وعنده دراية تامة، فهو مش محتاج ان المادة تسيطر او ان تكون المادة احد وسائله. ده هو انت بتتكلم كده زيه زي انسان او زي كائن يعني بيخضع للفناء والعدم، ان هو ما يبقاش موجود في وقت من الاوقات او يتحول ليها. يعني رغم ان حضرتك وصفته وقلت ان هو قاصر، ما عندكش دليل في الممكنات اللي حوالين حضرتك ان هو مش قاصر. ما عندكش دليل ان هو مطلق، لان انت مش عارف تعمل حاجة بدون المادة دي. ده غير ان هو لو حاجة مخفية فهو حاجة مخفية خاضعة للقوانين الفيزيائية. الناس دايما اللي بتتكلم على المادة المظلمة والطاقة المظلمة، حتى المواد اللي مش مرصودة خاضعة محققة داخلها القوانين الفيزيائية، ما بتخرجش عنها، ما بتحصلش خوارق. فكل اللي حواليك مرصود وممكن ومؤثر على بعضه البعض وقاصر. وقد يوجد الإنسان كائن أعلى منه ما بيموتش، ويبرمجه كمان إن هو يزرع ويصنع ويستمر، ويبرمجه في وقت معين إن هو يستدل عليه ويضحك على هذا الكائن ويستخبى منه في مكان ويقول له انا كمان هقدر في وقت من الاوقات ان انا اوقف العمل بيك، فيبقى دايما حريص ان هو ينفذ تعليمات هذا الكائن. فانت حضرتك كل الظروف اللي انا كل النقاط اللي انا بقول لحضرتك عليها ما ينفعش تخرج منها وتنطلق لخارجها. ايه اللي خلاك تقول ان انا عندي واجب الوجود مع ان كل طيب اللي حواليك ممكن؟ اللي خلاني اقول ان في واجب الوجود مع ان كل اللي حواليا ممكن، هو ان ابسط الممكنات واعقد الممكنات معتمدة على غيرها. ولو احنا استمرينا في هذا هتبقى سلسلة تسلسل لا نهائي، فلن يوجد شيء. فلو هي معتمدة على غيرها فهي لن توجد إلا إن وجد غيرها، وغيرها لن يوجد إلا إن وجد الذي قبله، والذي قبله لن يوجد إلا إذا وجد ما قبله، إلى ما لا نهاية. فلن يوجد أي شيء على الإطلاق، فيجب أن تتوقف السلسلة حتى يبدأ الإنتاج. ولما رأينا في المنتجات أحياء وعقلاء علمنا أن المنتج يمتلك الحياة والعقل. فأنت حضرتك قلتي ده الحياة والعقل ناتجين عن ظروف إنتاج، عن ظروف فيزيائية حتمية. فقلت لحضرتك توفر الظروف المؤدية في الأخير إلى منتج حي عاقل لا ينفي أن هناك من وضع هذه الظروف لتقدم هذا المنتج. وضربت لك مثال، بل توجب، وضربت لك مثال بالمصنع. توفر ظروف فيزيائية في المصنع وظروف درجة حرارة وضغط في المصنع عشان ينتج ولو بعد شهر منتج، ده لا ينفي ان فيه عاقل هو اللي سير العملية. ويجب ان يكون هذا العاقل انه كائن حي عاقل ذكي غني، بما ان المنتج محتاج فلوس والمنتج فيه ابداع والمنتج فيه قدرة، يبقى لازم الصانع يكون قدير ومبدع وغني. فالظروف الفيزيائية ووجود عاقل هم وجهين لعملة واحدة. وأنا ضربت لحضرتك مثال بحضرتك وبعلبة المناديل. حضرتك أعقد من علبة المناديل. إيه اللي متوفر فيكي مش متوفر في علبة المناديل؟ بحيث علبة المناديل احتاجت لحد عاقل يكون صنعها ذكي، وحضرتك مش محتاجة لحد عاقل يكون صنعك، محتاجة بس لظروف فيزيائية تلقائية سميها، عفوية سميها، صدفيه سميها، عشوائيه سميها. ايه اللي فيكي مش فيها خلاها تحتاج لحد بيفهم، وانت انتاجك مش محتاج لحد بيفهم مع ان انت اعقد منه. بعد ما نثبت ان انت كمان محتاجه حد بيفهم يكون انتاجك، نتكلم في صفات اللي بيفهم ده بقى. ده بيفهم قوي قوي قوي، ولا بيفهم نص نص، ولا مطلق الفهم؟ ده بيعيش على طول، ولا بيعيش 12 سنة، ولا بيعيش 500 سنة؟ هو أول حاجة بيفهم ولا لا، هي نقطة واحدة فلا تجعليها أنت نقطتان. اتفضل. احنا دلوقتي لو احنا تركنا الفلسفة اللي حضرتك بتتكلم بيها كأنك متجاهل معرفتنا بالممكنات اللي حوالينا. لو انت بتتكلم على الممكنات اللي هي اوجدتها علل، العلل ديت مش محتاجة العلل غيرها، لا ده ممكن تكون الممكنات اللي هي اوجدتها اصبحت علة ليها. بمعنى ان احنا زي المادة والطاقة، ومش شرط انها تبقى علة مباشرة. بمعنى ان ممكن يبقى في ممكن له علة، وهذا الممكن يكون علة لشيء آخر، يحول الممكن اللي أوجده كعلة إلى ممكن ليه، تبقى نقول عليها دايرة، مش تسلسل في مستمر للما نهاية. مثال يا دكتور، ادي مثال. أدي حضرتك مثال، يعني إحنا لو بنتكلم على الحيوان والنبات، الحيوان في بعض الأحيان بيبقى سماد للنبات، مع إن النبات
بيبقى غذاء لهذا الحيوان. ما تقدرش تستمر حياة الحيوان من غير ما يتغذى على النبات. واحنا هنقول دلوقتي ان علة النبات هو الانسان، وعلة النبات مش حاجة واحدة، لابد من تهيئ الظروف. يبقى انا عندي مناخ معين ودرجة حرارة معينة وكمية من المياه يعني تتناسب مع نوعه، ومحتاج إنسان يشرف على ده عشان يحميه من الأمراض. وبعد ما بقى فيه محصول ابتدى يتغذى عليه الحيوان، وبعدين الحيوان أصبح علة لاستمرار حياة الإنسان، يتغذى عليه الإنسان. لو النبات والحيوان والمياه مش موجودين، الإنسان مش هيقدر يعيش، مش هيقدر يستمر. وكمان في نقطة أهم، إن الإنسان كأنه هو بيوجد العلل اللي بتحافظ على حياته، والعلل اللي بتساعده على إن غيره يجي الدنيا. هنفترض إن في مشاكل في التبويض عند امرأة، أو في عقم، وهيتصلح حال الموضوع دوت عن طريق إن الإنسان ينتج أدوية للقضاء على العقم، أو يلجأ لعملية طفل الأنابيب. فأنت حضرتك بتستخدم ممكنات كعلل لإيجاد الإنسان. فإحنا ما عندناش تسلسل ولا حاجة، عندنا دورة حياة، أو عندنا الموجودات دي معتمدة على بعضها البعض. في وقت من الأوقات بتكون ممكنة، وعلتها ممكنة لشيء آخر، علته هي الممكنات اللي أوجدها. أظن كلامي واضح يا دكتور. حضرتك عاوزة تقولي إن هم كلهم اتوجدوا مع بعض، مفيش واحد اتوجد قبل لا، التاني. دورة حياة داخل فيها عنصر يبقى في مجموعة من حد منهم الأحداث. اتوجد قبل التاني؟ نعم. في حد فيهم اتوجد قبل التاني؟ لا، ما هي دورة حياة بالتبادل. انت يبقى عايز بقى اتوجدوا مع تقول بعض؟ نقطة البداية، انت عايز تتكلم امتى مين اللي بدأ، مش كده؟ أكيد، يعني إحنا قاعدين نعمل إيه؟ طيب، عايز ايه اقول لك امتى بدأ؟ شاور لي على هم حاجة. اتوجدوا مع بعض، يعني أنتِ قُلتِ في دورة هنا، الدورة دي من 5، 6 حاجات، ال5، 6 حاجات دول اتوجدوا مع بعض في نفس اللحظة، والّا في حد استنى على ما اللي قبله يتوجد فاعتمد عليه؟ انا هقول لحضرتك المرصود علميا ان بدأ الكون بحاجة تشبه الانفجار، وقد يكون انفجار كبير، وبعدين خلاص يبقى بعد. معتمدين على غيرهم يا دكتورة، يبقى هو ما كانوش موجودين مع بعض كلّهم كده في نفس الوقت مرّة واحدة، يبقى كانوا معتمدين على حاجة قبلهم، الحاجة اللي قبلهم دي بقى هي اعتمدت على حاجة قبلهم هي كمان؟ ما انت حضرتك النقطة اللي انطلق منها الكون واصبح كله ممكنات، انت ما انا بقول لحضرتك ممكن تكون تحولت اليها عن طريق فنائها. ممكن ندخل النقطة دي يا بسرعة بس دكتورة سريع كده تعليق على كلام أستاذ اعتمدت حنان. على غيرها؟ اتفضل. بص دكتور حنان، لا، وجود الواجب ينتج عن تخيل عدم متناقض، فما ينفعش يفنى، ما ينفعش عقلا كده يفنى، فاهماني؟ ده يؤدي ما لتناقض. انت ما عقلك بنتكلمش جديد. في الفناء الله يهديك، احنا بنتكلم في الوجود دلوقتي. فاهماني؟ بالنسبة للوجود، لو كل الأشياء ممكنات، لو كل الأشياء تحتاج إلى مرجح عشان توجد، وكل الأشياء على المطلق ممكنات، ما كانش يبقى فيه وجود أصلا، هتبقى كلها المنطق معدومة. اللي بتقوله ده بنيته فلازم على يبقى استقراء ولا من دماغك، ولا بناء على منهجية استقراء إيه؟ فلان؟ يعني لما انت تبقى كل اللي بالنسبة حواليك ممكنات، والممكنات في بعض الأحيان يعني في وقت تاني بتصبح علل، جبت منين ان في علة خارجها ما محتاج هو انا عشان اللي انها عاوزك انت اللي توجدها؟ تقولي يا دكتوره حنان، انا اللي عاوز حضرتك تقولي احنا دلوقتي وصلنا للنقطه اللي اتوجد منها الكون، النقطه دي هي الموجود الاول؟ ما هي ما زالتش مش موجودة، ما عندناش رصد ليها، يعني قد تكون فعلت. امال بتقولي ان هي موجوده ليه؟ ما هي النقطة اللي احنا رصدنا على بدايتها، الكون عبارة عن مادة متناثرة في يعني كون في مرن ماده مائي. متناثره اسمها نقطه؟ يا دكتور، احنا بنقول ان نقطة انطلق منها الكون عشان اوجد لحضرتك رصد ليها في حاجز، بسبب انها بتعتمد في الرصد على المادة. يبقى الحاجز النقطه ده دي انت حضرتك ما تعرفيش اذا كان في قبلها حاجه ولا هي اول حاجه، صح كده ولا ولا انا غلطان؟ حضرتك تعرف. حلو، يبقى جميل كده، يبقى انت حضرتك لا ادري، يعني حضرتك ما بتقوليش ان الكون، ان الماده ازليه، انت ما بتقوليش ان سلسله غير متناهيه، انت بتقولي انا لا ادري، صح لا، كده؟ وحضرتك لا تدري، حضرتك ما هو دوري انا هتتخيل. بقى، ما تتكلميش على لساني. بصي يا فندم، خليكي قويه بشكل انك تقرري مذهبك، فندم، ممكن انا او أتكلم تقرري مسلمة النقطه أستاذ بالتسليم. أحمد؟ دون. معلش انا يا بسطت، لا مسلمه. لو بص سمحت. بص، هو فيلو قبل ما ينزل قال لحضرتك ايه؟ يبقى احنا مسلمين بالتسليم، وده شيء هو ده شيء المظبوط، لان ده اختيار لما ربنا سبحانه حضرتك يا وتعالى. دكتوره ما لكن تدريش، انت يبقى بص اسمع حضرتك يا مش من دكتور احمد. حقك دكتور تقولي احمد، بوجوب التسلسل او تنفيه، صح كده؟ بص يا حضرتك دكتور لا احمد. لا تقدري تقولي بوجوب التسلسل ولا تقدري تنفيه، صح كده؟ طيب لا انا لا، لما مش صح نفيت كده، انت لحضرتك بتنطلق التسلسل، بناء على ايه؟ مش صح كده.
انت ليه عايز مش تجري من حضرتك قلتي أنت لا تدري هل قبل هذه النقطة الأولى نقاط أخرى أم لا؟ يعني لا ندري هل تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية أم لا؟ صح ولا أنا طب غلطان؟ بص يا دكتور احمد، انت النقطة اللي بدأ رصد بيها الكون اللي قدامنا حاليا المادة متناثرة، حضرتك بتدعي ان انت عارف اللي قبلها، مرجعيتك حضرتي ايه؟ لحظة لحظة بس. هيتحول الكلام بتدعي عن حضرتي. اي حد عايز يثبت وجود ربنا سبحانه لا وتعالى الكلام كان بعقله. عنك يا دكتورة، كان عنك أنت نفيت التسلسل، فلما يا قلت سيدي لحضرتك الفاضل، دليلك على اسمع نفي الاطروحة على التسلسل. بعضها، يمكن انا ما آسف، أنت بعرفش يا أثبتت سيدي. التسلسل قصدي، أنت أثبتت التسلسل قصدي. ولا اثبات ولا فلما قانون. انا يعني قلت حضرتك لحضرتك، بتثبتي التسلسل ولا بتنفيه ولا لا تدري؟ طب اسمعني اكلم حضرتك مش بلغتنا. هتجاوب يا دكتورة، أصل دي حايدة يا دكتورة، بتحيدي عن انت السؤال. ليه اقريت بده؟ انت عايز اجابه معينه، قول لي وقولها، انا مش عايزاك تزعل، اهم حاجه. قولي نعم في تسلسل، لا ما فيش تسلسل، لا أدري. طب بص يا سيدي الفاضل، كل اللي قبل ما انت يبقى عندك رصد لكل الكون المنظور، وقبل ما توصل للمستوى اللي انت عليه حاليا، لجأت ان انت تثبت وجود الخالق فلسفيا وتفترض فرضيات عشان تحميه. يعني انت بتقول ان هو كلي العلم وكلي القدرة، والمفروض ان مش هو موضوعنا. لا يخضع الى والى. انت بدأت بالعكس، مش انت قلت ان هو لازم يبقى موجود عشان كل الموجودات ديت هو أوجدها. بعدين بتكتشف إن الموجودات دي هي بتنقسم إلى ممكنات وعللها، والعلل ليها ممكنات، وكل العناصر اللازمة لوجود كل شيء في الكون موجودة مش مخفية. يعني ده مش كان في تكرار. حاجة واختفت. فأنت حضرتك بتقول من قبل نقطة الرصد أنا عارف. إزاي عرفت؟ أنت كنت مولود قبل الكون ما يجي ولا بعد ما مولود قبل الكون ما يجي؟ يبقى حاجة كويسة. لو بعده يا دكتور احمد شامي، وده الاكيد، فانت ما عندكش دليل ان في قبل النقطه الاولى شيء حضرتك عارفه، وما عندكش دليل ان هو موجود. بل بالعكس، بالنسبه للادله سواء عقليه اللي هي تعتمد على الاستقراء او هينفيها الاستقراء، فبالتالي حضرتك قدام معضله ان انت يا اما طيب تسلم. طالما احنا مش عارفين يا دكتورة، يبقى قولي لا ندري هل هناك تسلسل أم لا، لا من البداية، قال وكان في الموضوع فرق. انتهى. اللي طب يا اعتمد على فندم في نفسه. تسلسل ولا ما فيش تسلسل ولا لا ندري؟ يا سيدي، ما هي الممكنات عامله مع بعضها. ما تشرحيش سله. مبررات الإجابة قبل الإجابة. ابدا، انت مصر على التسلسل، انا بقول لحضرتك دوره. لا والله انت قد مصر كفرت تعرف به، بدايتها. وما خلاص أنا كفرت حضرتك اللي أنت هتقوليه أنا معاكي، بس قوليه في تسلسل ما فيش تسلسل لا ندري. لا، هو الشكل اللي احنا موجود دلوقتي، وانا اضمن لحضرتك ان كل اللي حوالينا ايجاده بيعتمد على عناصر موجوده بالفعل، مش مخفي عننا. معقول. طيب السلام عليكم يا فاهمني دكتور حضرتك؟ أحمد. معلش دكتور حنان وعليكم بعد السلام. إذنك. السلام عليكم. أنا حضرني معك يا دكتور أحمد مودريتر. أنا شخصيا يعني مع احترامي لحضرتك أكيد يعني، واحترامي ل يعني غرفة حضرتك واختيارك طبعا باستضافة دكتورة حنان، أنا شخصيا بتحفظ على هذا الشيء أنا لأنه لا أي حد تتنازع عن بيدخل عندي لازم التسامح. يكون ضيفا باحترام، اللهم إلا طبعا أنا ده واحد من الناس اللي باحترام هي من احترامك، من احترامك طبعا. شتمتني، واحد من الناس اللي هي شتمتني، أو واحد من الناس اللي هم ما في بيثيروا مشكلة الفتن، يا أو دكتور. واحد من الناس اللي هي بتعوق الحوار، أي حد من دول لا كرامة له. نعم نعم لو بالضبط، أي واحد وبنفس شتمني الوقت أنا، لو حد شتمني أنا بدخله عادي عندي وما بهنوش، يعني في كذا واحد طلع نعم عندي نعم شتمني، أنا من غير طالما إهانة في شخصي والله، أنا ما إهانة فيش يا دكتور، مشكلة. بالعكس. ما فيش مشكلة، أنا هي ماشي يا دكتور. شخصيًا أهانتني قبل هيك لا الدكتورة خلاص حنان خلاص وغلطت فيني، معلش. بس أنا ما في مشكلة، أنا لا لا معك يا لا لا لا، دكتور. اللي موجود على البنا اللي احترامه، حتى لو طبعًا شتمني، لو طبعًا شتمني انا طبعًا شخصيا ليه طبعًا احترام. طبعًا اهم حاجه لا يغلط في طبعًا مقدساتنا، ولا يكون من معوق الحوار، ولا يكون من الناس مثير بالضبط الفتن. بالضبط. هو أنا بس حبيت إني أنبه إنه هي الدكتورة حنان يعني إساءتها للصحابة ما زالت قائمة، هي لم تتراجع عن شيء منها، ولكن أنا موجودة مع طيب حضرتك يعني ننهي حاليًا الحوار مثلا وبكل ولا الاحترام. نعمل ايه طيب يا دكتور؟ لا لا طبعًا لا أبدًا، أنا طيب احنا في باسمعك يا حوار، دكتور، الله أنا يكرمك. حبيت الله أتحفظ. يحفظك. اتفضل اتفضل. طيب يا دكتوره حنان انا ما بحبش دلوقتي في دكتور ازعل تسمح تسلسل. لي، دكتور اكس. لو تسمح لي يا دكتور، انا يا عندي بس دكتور اكس سؤال، ممكن استاذن؟ سؤال مهم يعني يا عشان جماعه افهم انا بس. بحب الناس تبقى مبسوطه، فلو انت لا لا حضرتك معلش جايه ما في نمشي يعني، مشكلة، او ما ما في جاتش مشكلة. انا. أنا أكيد متضايقة طبعا، لكن أنا مع يعني مش دكتور عايزاك أحمد تبقي الشامي حزينه ابدا، مودريتر اتمنى لك تبقي مبسوطه لا لا اكتر. لا لا، ما إلك هذا التأثير علي يا دكتورة حنان، إلك الاحترام بالغرفة. تفضلي كملي كلامك مع الدكتور أحمد الشامي. طب ممكن يا دكتور احمد اسال حضرتك بس سؤالين قبل ما اتفضل يا نكمل. استاذ اسامه. الله يكرمك. اول حاجه تحياتي لحضرتك والجميع اللي موجودين على المنصه. انا عايز افهم
ايه علاقة انه المادة تبقى طاقة والطاقة تبقى مادة بمنع التسلسل؟ يعني ايش جاب ده لده؟ ايش دخل ده في دليل؟ احنا بنتكلم على منع التسلسل اللانهائي في الحدوث. يعني واجب الوجود وجوب وجوده لأنه حادث لأنه محدث لأول حادث. ده معنى واجب الوجود. يعني ما ينفعش لو أنا حاجة معتمد على حاجة وحاجة معتمد على حاجة وحاجة معتمد على حاجة وحاجة معتمد على حاجة علشان تتوجد، فبما إن في حاجات موجودة يبقى بالتأكيد ما ينفعش ان تفضل الحاجات معتمده على بعض الى ما لا نهايه، لان لو دوت هو الوضع يبقى ما هيبقاش في حاجه موجوده اصلا. فايه علاقه ده بان الطاقه تتحول لماده والماده تتحول لطاقه والكلام اللي احنا بنسمعه ده؟ وايه هو السؤال العبقري دخله ايه في الموضوع؟ انه مش يمكن يكون عمل الكون ومات، عمل وسافر وبعدين سابه وكان عنده طبخه ايه ده؟ يعني انا مش فاهم. والسؤال الثاني موجه لحضرتك يا دكتور احمد الشامي. حضرتك في وسط الحوار افترضت فرضيه، حضرتك قلت انت يا دكتوره اعقل من علبه المناديل. انا عايز حضرتك تجيب لي دليل على ان الدكتوره حنان اعقل من علبه المناديل. لا بدون اساءه. بدون اساءه. اصل احنا لما نكون يا فندم بنتكلم في هو تسمح لي بديهيات، بس، تسمح لي يا دكتور احمد؟ لما اه نكون يا طبعا دكتور احمد حضرتك. احنا بنتكلم في بديهيات، آه. اوكي؟ انا بس لما عايزه نكون اسال بنتكلم في باشمهندس اسامه. بديهيات زي دليل الحدوث. ثواني يا اختم يا دكتوره استاذ بعد اذن اسامه، اختم حضرتك. عشان هي تعلق. حاضر يا استاذ. حاضر. يا استاذ باسط لما هترد. نكون يا دكتور احمد بنتكلم في بديهيات زي دليل الحدوث، ما ينفعش ان انا اغير الكلام واجيب حالات تغير وتحول للماده او اشكالها او الطاقه واشكالها واربط دوت بالحدوث. فما ينفعش الكلام ده. وما ينفعش لما نتسال بعد ما نثبت ان في واجب وجود ان يتسال طب اثبت لي ان هو كان اله، ولا اثبت لي ان هو صفاته. دي حاجات بديهيه. فانا بسال السؤال الاستنكاري اللي انا سالته ده على نفس وزن الاسئله اللا منطقيه اللي تم سؤالها طول الوقت، طول الفتره اللي احنا قاعدين بنستمع فيها من تحت. فان كان فهم منه اساءه للدكتوره حنان انا بعتذر. بس انا حابب بس ان انا اقول ان مش كل حاجه تتقال يبقى لازم يتقال عليها كلمه ايه الدليل، لان الحاجات البديهيه مش محتاجه دليل. انا مش محتاج ان انا اثبت واعلل ان 1 زائد 1 يساوي 2. بس شكرا. ممكن طلب يا باشمهندس اسامه تكتب لي حضرتك نوع المايك بتاعك في الشات؟ انا ما معيش مايك والله، انا دلوقتي شغال بالايفون عادي زي ما هو. بالسبيكر ايفون؟ بس عشان انت حضرتك انت بتديني قوه، بتديني دفعه داخليه طب فالصوت انا بيوصل، مبسوط عادي. الكلام طالع من طب القلب. على اي حال، على اي حال، انا لجأت للفلسفه عشان استدل على وجود الخالق لما ما كنتش متعرف على الكون كما يجب. فخليني اقول لك يا دكتور احمد الشامي، المعطيات اللي قدامنا اللي حضرتك عايز تخرج عنها وتتكلم على حاجه مطلقه عنها انها اوجدتها، هي لا تفتقر لواجب وجود، هي لا تفتقر لحاجه يعني حادثه من ذاتها. لو احنا جينا اتكلمنا بالمسمى بتاعكم، لان انت حادثه من ذاتها ده خيال في ذهن حضرتك، ما عندكش دليل عليه بالمناسبه، ما شفتش قبل كده حاجه حادثه من ذاتها. كل اللي حواليك ممكنات، وقلت لحضرتك انها بتتحول لعلل في وقت من الاوقات لممكنات تانية، ويبقى مش تسلسل ولا حاجه ولكن دوره. حضرتك بتطالبني دلوقتي بان انا اجيب نقطه البدايه، هنلاقي ان في كذا نوع من الممكنات، اللي هو بقى معلش يا باشمهندس أسامة يمسك نفسه. طالما أنا عندي كذا نوع من الممكنات مختلفين في العلم حتى في دراستهم، ما ينفعش إن أنا أخلطهم مع بعض، يبقى أنا كان عندي أكتر من نوع مسؤول عن وجودهم. يعني لما احنا زي ما احنا بندرس العلوم الطبيعية والعلوم الحيوية، لما نيجي نتكلم على الكائنات الحية محتاجين نوع من العلم ونوع آخر من الظروف. واما بنتكلم على العلوم الطبيعية اللي هي تركيب المادة، كميتها وفيزيائيتها والقوانين اللي بتعملها بلغة طيب. رياضية، محتاجين لنوع آخر. فأنت حضرتك دلوقتي هتقع في مأزق إن ممكن يكون كان في الأول مجموعة من أصحاب العلم وهم عملوا العملية دي وتصارعوا وفنوا، ما عندكش دليل على وجودهم. ممكن يكون تحولوا كمان طيب. للأشياء اللي حضرتك بتشوفها وما زال تحولهم موجود، مثلا تحول لثقب طيب يا أسود. دكتوره،
أنا مصمم إن اللي حضرتك بتقوليه ده تكرار. أنا وصلنا مع حضرتك لنقطة أخيرة وهي هل في تسلسل والّا لأ، والّا لا تدري؟ وأنا لسه ما خدتش من حضرتك الإجابة. رغم إن قُلت لحضرتك كل الممكنات اللي حوالينا مش مفتقرة لشيء، مُصِرّة على التسلسل؟ فيها يا دكتورة، ما أنا مُصِرّة على سألت حضرتك التسلسل؟ قُلت لِك يعني التسلسل هم إيه؟ أنت عايز موجودين مع التسلسل بعض ليه يا في دكتور؟ دورة واحدة، موجودين مع بعض مرّة واحدة والّا واحد اعتمد على التاني؟ اعتمدوا على التاني قُلتِ واللي لي اعتمد واحد عليه اعتمد أصلًا على علمًا التاني لحد نقطة إحنا مش عارفينها. لأ عارفينها فقُلت يا لِك دكتور، النقطة اللي مش لأ عارفينها دي. عارفينها. طَب النقطة اللي عارفينها دي هي أول نقطة ما والّا عارفين عندكش اللي قبلها قبلها رصد والّا يا مش دكتور، عارفين؟ ده أنت بنيت كل العلم اللي ما فيش بتتكلم عليه قبلها دلوقتي. يبقى هي دي أول حاجة موجودة، الحمد لله على السلامة، يبقى إحنا كده أول اتفقنا في حاجة حاجة أهو. بالنسبة للرصد، قبلها ممكن يكون قد يكون برافو كون عليكِ، تاني يبقى وتحوّل ممكن لده. يبقى لا ندري. ممكن دي أنت معناها لا اللي لا ندري، يبقى تدري، أنت ممكن مُصِر يكون قبلها تسلّم لي إن حاجة. ربنا موجود يا دكتور بالراحة بس أحمد. يا دكتورة، ما هو أنا دلوقتي أبيض يا ورد، أنا لسه هاسلِّم أو أرفض، يعني أنا أنتِ بتبنيني دلوقتي، أنتِ بتعملي لي بناء معرفي الآن. فدلوقتي إحنا لا ندري، فلعل وراءها شيء آخر، وممكن قبل الآخر آخر. أقول لِك أنا بقى، ممكن يكون قبل الآخر آخر، وقبل الآخر آخر، وقبل الآخر آخر، إلى ما لا نهاية. لو كان هذا هو الحال، هل كان ممكن توجد هذه النقطة المرصودة؟ أنت يعني حطيت فرضية وكمان هتسأل على الفرضية من غير ما تثبتها؟ هو مش عيب شايفها لو إنها لا صعبة مؤاخذة، شوية؟ ما هو يعني أنت حطيت الافتراض مش عيب يا فرضية. دكتورة. ما اسمعني بس أكمّل كلامي، أنا باستناك تخلّص. أنت دلوقتي حطيت فرضية إن النشأة طيب يالّا. الأولى للكون اللي أنت ما تعرفش غيره، إن قد يكون كان قبله شكل مختلف عنه. أنت حضرتك بتفترض إن في حاجة أوجدته، طب أوجدته على حساب نفسها يعني، أو هي أوجدت نفسها بنفسها، إيه دليل حضرتك على ده؟ والّا هي ده كمان معناه هتوقّف التسلسل على ده مزاجك؟ معناه إن في تسلسل والّا معناه إن ما فيهوش؟ أنتِ لسه ما جاوبتيش لأ، برضه. أنت اللي صاحب الفرضية دي، أنت اللي فرضيتك دي ما هو تعني أنا ذلك، افترضت هل أهو، قُلت وجوده من لحضرتك ذاته؟ هل لو وجوده من افترضنا ذاته والّا حاجة جدلًا إن أوجدته؟ الموضوع ماشي لما لا نهاية يا دكتورة، لأ مش كانت ما لا هتوجد نهاية، الحاجة دي. مش ما لا نهاية يا برافو دكتور، عليكِ. لإن أنتِ ألِف تصممي على أوجد اللي ب. أنتِ قُلتيه دلوقتي. لحظة يا بيه، ألِف أوجد ب، وب أوجد س، وس أوجد ألِف، دي أنا. أخيرًا، يعني في ألِف أهو، يعني مش لما لا نهاية ألِف أهو وباء برضه. وس وبترجع تتكرر تاني يا برافو دكتور. عليكِ. يا كاتب اكتب. يعني ايه بترجع هذا ما تتكرر تاني يا اتفق دكتور؟ حضرتك عليه ازاي الدكتورة حنان ازاي وأحمد جرأتك تقول الشامي. بترجع تتكرر تاني يا دكتور؟ اتفقوا على بتقول لك بترجع اتفقوا تتكرر على تاني أنهم يا دكتور. يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنه لا يوجد ما لا نهاية، وأن هناك إيه؟ صح كده يا دكتورة؟ اللي قدامنا واللي إحنا رصدناه بعد ما يا بقى ممكن. الله! يعني ما أنا باقول لحضرتك ممكن أنا ما بافترضش يبقى إزاي زيكم. ما فيش ما لا نهاية؟ يبقى حضرتك نفيتِ الما لا نهاية بأي لحاظ لما أنتِ مش متأكدة. لا يبقى حول قولي ولا قوة. لعله في ما أنا لا نهاية، لعله ما فيش ما لا نهاية كده، إنما يا تقولي ما دكتور فيش أحمد ما لا كأنه نهاية وتقولي إحنا يا مش دكتور أحمد متأكدين. دكتور أحمد حضرتك عايز تروح ما قبل لحظة رصد المادة. أنا ما زلت مقيدة برصد المادة، اللي قبلها ما بارضاش أفرض أيوه. فيه حاجة، ما أعرفش عنه حاجة، لا أدري برافو عليكِ، عنه شيء. يبقى لا أدري، برافو عليكِ. لأ، أنا في باقول فرق، لحضرتك بقى في هذا فرق، ما الذي في لا فرق يا دكتور. تدرين عنه شيئًا لا لا ولا يخلو العلم ولا أي حد إما أن يدري عنه يكون. شيء. آمين، إحنا بنبني مع بعض بقى، أبوس إيدِك. الآن هذا الذي لا تدرين عنه شيئًا لا يخلو عقلًا بعقلنا إحنا كده، وممكن يكون عقلنا محدود بقدراتنا المتاحة حاليًا، قدراتنا العقلية المتاحة حاليًا لا يخلو من واحد من 3، إما أن يكون هو أول شيء، أو يكون قبله أشياء وهذه الأشياء لها أول، أو يكون قبله أشياء إلى ما لا نهاية. بعقلنا المحدود القاصر فيه احتمالات أكتر من ال3 دول؟ أيوه طبعًا فيه. لو أنا هاعتمد على الممكنات اللي هو أوجدها، هاقول أيوه. إن هو طالما الممكنات ديّة كلّها حادثة وبيترتب على إنها تتحول إلى صورة أخرى، قد يكون تحوّل إليها، قد يكون هو اللي إحنا برافو عليكِ. شايفينه ده أنتم فاهمين يا جماعة الدكتورة الموجودات. حنان تقصد إيه؟ قد دي فرضية. تقصد الدكتورة حنان يا جماعة إن أنا مش هابقى موجود غير لو الأكل موجود، حلو كده، والأكل مش هيبقى موجود غير وأنا موجود، يعني إحنا لازم نبقى موجودين مع بعض لأ في مش نفس مع الوقت. بعض، غلط، فهل ده حضرتك اللي بتقوليه؟ بتشرح برافو عليكِ. منهجيتي غلط. طالما هي موجودة قبلهم يا دكتورة، يبقى الطرح بتاع حضرتك ده إنها بتتحول ليهم وهُم بيتحولوا ليها مش هينفع، لأن هي كانت موجودة قبلهم، فهي مش معتمدة عليهم. لا يا دكتور حضرتك ما فهمتش قصدي. انا بقول لحضرتك النقطه اللي انطلق منها رصد الماده واللي هي كلها ممكنه واللي احنا ما نعرفش اللي قبلها، هل هيقع عليها نفس خصائص الممكنات اللي حوالينا الموجودات اللي انت حضرتك شايفها ولا هتكون مختلفه؟ لو زيها انا موافقاك،
لو مختلفة بنيت الفرضية دي على أي أساس؟ ال3 احتمالات على اساس واردين لحد المنطق مش دلوقتي. على اساس الماده يا دكتوره، على اساس المنطق مش على اساس الماده. دي حاجه بدليل عقلي وليس دليل فيزيائي. الله ينور عليك. طيب ما هو أنت دلوقتي لو هتستند للعقل اللي أنت بتقول إن أنا عندي حاجة في البداية وهي كل اللي حواليك المفروض غايب عنها الرصد، يبقى أنت ممكن يكون وهم وخيال في دماغ حضرتك، يعني ذهنيا لازم أنت يكون مش تضيفه. حقيقي مش وهم ولا خيال. ليه يا طيب ما عشان دكتورة؟ كده قلت لحضرتك عشان ممكن يمنع أسألك التسلسل سؤال الذي منعه العقل. دكتور أحمد؟ ما أنت هلا بتريح حين نفسك من هل في معلش التسلسل اي يا بديل ابني. معلش أنا عقلي بدي أسأل تاني؟ سؤال هل لو في يا سمحت، جماعه؟ ثانية يا ثواني بس، دكتورة هانم. ثواني دكتور بس يا احمد، دكتور أحمد، السؤال موجه ثواني بس لكل أسامة، الملحدين ثواني في الغرفه، لو في بديل تاني معلش أستاذ عقلي. أسامة معلش. اتفضلي. إذا لم الشخص الأعمى مثلا يا دكتور أحمد الشامي الذي لا يرى الشمس، هل يلغي حقيقة وجود الشمس؟ يعني إذا أنت يعني أنا أعتقد من عدم المنطق لا إنه طبعا. عدم إدراكي للشيء يلغيه، يعني فحقيقة الشيء هو موجود بذاته. إحنا فقط يعني حين بالظبط ندركه بالظبط أوكي زادت معرفتنا، صح؟ ولا أنا غلطان؟ لأن أنا بالظبط. بلشت ألخبط والله، أنا بس يعني أنا صرت عاوز أجمع أدي الأستاذ الأشياء ثانية. بسطة تفضل. فرصة يتكلم لأنه بقاله فترة. معلش اتفضل يا أستاذ بسطة. أوكي. شكرا دكتور. بص أستاذة حنان، إحنا ما بننطلقش من افتراضات على الإطلاق. إحنا بنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، البديهيات العقلية بس، فاهماني؟ وبننطلق منها فنوصل ضرورة لوجود حاجة كده اسمها واجب الوجود. تمام يا دكتور حنان، فانت هل انت بتعتبري البديهيات العقلية الثلاث دي حاجة واجبة، يعني حاجة متحققة في الواقع كده، ولا ما بتاخديش بيها كده وبتمشي بدون أي وجه، بدون أي ضرورات؟ عارفة الضرورات يا دكتور حنان؟ أيوه بس أنت لو حاجة مش هتتحقق في الواقع بتعتبرها استحالة عقلية؟ لا، ايه علاقة ده هي بالاستحالة العقلية؟ نفسها. الاستحالة العقلية دي يعني حاجة أنت تاني. حضرتك مثلا ما تقول عدم اجتماع النقيضين أحد الضرورات أو البديهيات العقلية، حضرتك لو استقرأت في الواقع اجتماع نقيضين، لقيت واحد طويل وقصير أو أي اجتماع شيء ونقيضه، حضرتك هيصبح مش استحالة عقلية، هيبقى مقبول عقلا؟ وات؟ هل انت رصدتي حاجة زي دي؟ طيب لا أنا لا حول ولا بسألك قوة. سؤال في العموم. أنت حضرتك دلوقتي رغم إن أنت ما عندكش أي دليل رصد على أشياء في العالم الواقعي، ومع ذلك عندك إمكانية عقلية إنها تكون موجودة، لا فعلى مفيش أي مفيش أساس إمكان عقلي حضرتك أصلا. اسمعني السؤال ده؟ طب على أي أساس حضرتك رفضت اجتماع النقيضين؟ يا دكتور، بناء على إيه؟ بص دكتورة حنان، انت ما تقدريش حتى تتصوري نقيضين مجتمعين، ليه؟ قولي فاهماني؟ ليه؟ ما هو أنا مش بقول لحضرتك إن ده غلط، بس ليه أنت حضرتك أصبح بديهة عقلية إن الشيء ونقيضه لا يجتمع؟ يا دكتورة حنان بص يعني، فاهمني؟ حاولي تتخيلي معايا حاجة موجودة ومعدومة في نفس الوقت، ايه رأيك؟ هل تستطيع ان تفعلي هذا؟ هتلاقيه حتى عقليا كده، مجرد تصور عقلي محالة، مش عارفة تضعي ليها تصور. يعني ما لقيتش أبدا حاجة موجودة ومعدومة في نفس الوقت، ولا لقيت الشيء ونقيضه، فبقى أصبح استحالة عقلية، ولا في سبب تاني إن هي استحالة عقلية؟ يا إن دكتورة هي حنان، عدم هو انت رصدها. ساعة ما هتلاقي الشيء ده هتكوني لقيتيه وما أنا لقيتيهوش في نفس أعتقد الوقت، ولا السبب أستاذ هتكوني مجد، أنا لقيتيه؟ سؤالي واضح. الاستحالة العقلية اللي حضرتك سؤالك رفضت من ذات سؤالك اجتماعها، العقل، سؤالك من ذات سؤالك واضح، لا، العقل سؤالك سؤالك يا واضح. واضح انا مش ومش يا واضح جماعة لو بالاجتماع سمحتوا لو النقيضين. سمحتوا أنا أعلق تعليق بسيط بس. الاستحالة العقلية هي مصدرها العقل نفسه، من ذات العقل. بتبدأ بالاستحالة بعدين يعني يتم إسقاطها على الواقع. لكن لأنه إحنا مثلا هل إحنا فعلا رصدنا أصلا الموجود والمعدوم؟ هل رصدنا أصلا المعدوم؟ لا، إحنا عرفنا المعدوم بنقيضه. فأصلا المعدوم إحنا ما رصدناه أصلا، ولن نرصده، ولا نستطيع رصده لأنه معدوم. فهي يعني هي قاعدة عقلية من ذات العقل. حين طب ده غير بالتوضيح ده بس غير تطبقها ده على توضيحك غير أرض ان ينفع في مع الواقع فرق كلامك. اصلا. قد تجدي لها قراءة على أرض الواقع، وقد لا تجدي لها قراءة. لكن هي بحد ذاتها من ضرورات عقلك، يعني اللي هي عارف الكيمياء والبايوكيمستري اللي بتجري بالمخ، هاي بتطلع عندك نتيجة الاستحالة تبعت اجتماع بس ده النقيضين. بس يا غير دكتورة ان في اتش، نقطة في حالات المعدوم موجودة في الممكن غير الواقع المعدوم الاجتماع، انا يعني الممتنع. كلام بجد بقى، في حالات موجودة في الواقع الاجتماع نقيضين.
يعني مثلا الفنان عمرو دياب قال انا عايش ومش عايش في نفس الوقت، صح. ده كان معنى استقرانك. عاش أسامة والله العظيم. لا بس لا انت عارف حول بالضبط. ولا هو قوة حتى إلا يعني حتى احنا بالله. لو بالاخير افترضنا حنغني ان لعمرو عدم دياب شيء. ان شاء الله ونقول عايش ومش عايش. طيب احنا ممكن نرجع فلا، الروم جواب هذا لمسارها السؤال انا ونبطل عم بسمعه ضحك. صار لي كم من يوم. خلاص. يعني السؤال في بديهي، معلش يا إيرين، معلش انا اكمل تعليقي بس. السؤال في بعض البديهيات يعتبر سفسطة، يعني هو مجرد سفسطة، مش اتهاما لحضرتك بها والله، لكن نتيجة الإجابة حتكون سفسطة. لأنه إحنا خلاص، إحنا هناك ضرورة بتقول لك في عقلك لا يمكن أن يجتمع النقيضين، وبالتالي حتى أسقطتيها على ما لم تدركيه ولم تستقرئيه. أنت لم تدركي العدم أبدا أصلا. عشان إيه؟ عشان تستقرئي أن العدم والوجود لا يجتمعان. فهذا أفضل مثال أصلا جابه الأستاذ بريستس عشان يثبت إنه هي من ذات العقل. أستاذ ناصر تفضل، كان عنده مداخلة، بس إيرن قبليها كان بده يقول شغلة. بس انا كنت بقول حاجه انت قطعت كلامي. طيب هي طريقه اتفضلي يا حلوه برضه. دكتورة وبعدك الأستاذ نصر. طب تمام. وبعدين عايزه حاجه، يعني لو حد هيتكلم في نفس النقطه، انا على اي اساس ما عنديش مشكله، النقطه ما بتهربش مني، المشكله على الناس اللي بتضيع افكار. انت حضرتك دلوقتي رفضك لاجتماع النقيضين كضروره عقليه، انت اجتماع النقيضين دول لو كان حصل في الواقع، كنت حضرتك هتقول اجتماع النقيضين مش استحاله عقليه ولا حاجه؟ ما تقوليش اصل ما ينفعش الشيء وعدم، وانت ما عندكش حتى دليل ان انت تقول كلمه عدم ده وهم. ما وجدناش مادة بتروح للا شيء، لا هي أو بيسلب وجودها، هي بتتحول لوجود تاني، بتتحول من صورة لأخرى. ده اللي احنا رصدناه. الإنسان اللي هو كيانه كإنسان بيتحلل في التربة للعناصر اللي مشكلة ليه، محافظة على كمية المادة. ده تابع لقوانين البقاء. حتى السوائل والغازات بتتوزع. وده كله لما حضرتك بتيجي في التحولات، لو لقيت شيء ناقص لابد ان انت تعرف سببه ايه، هتقول انا عندي غلط في الحسب. فانا اللي انا بقوله الاستحاله العقليه اللي حضرتك بتقول دي استحاله عقليه بسبب عدم رصدها في الواقع، ولا في سبب تاني؟ يعني لو حصلت في الواقع حضرتك هتسلم انها مش استحاله عقليه؟ سؤالي ده بالتحديد. ما تدينيش مثال ايه هو النقيضين، ومحدش يتكلم على العدم، أيوة يا لان طب دكتورة، انا العدم عندي معلش سؤال، لو ممكن انا سمحت عندي يكون سؤال وهم. عشان اجاوب. محدش يقطع الكلام يا جماعه، عشان الكلام الناس ما بتسمعش. محدش يتكلم على العدم، لان العدم ده وهم. ممكن انت تتوهم ان في حاجه الاشياء بتقول ليها بتبقى عدميه، لا. انت شفت ايه بقى عدم، بقى لا شيء، لا لا بتلاقيه يوجد اتحول العدم لشيء لا تاني. شيء يا دكتورة، يا دكتورة، العدم لا شيء. لحظه يا أنا دكتوره اتش، يعني بس لحظه العدم يا دكتوره لا اتش، شيء. دكتوره اتش، أنا لحظه يا دكتوره. حاضر، مش لا حقاطع هكمل، انا ما والله. كملتش بس كلامي. العدم هو لا شيء، يعني مش وهم أصلا، يعني هو طب ليس، انا اكمل لا كلامي يصنف طيب. كوهم. خليها تكمل يا اكمل دكتورة بقى. كلامي يا دكتوره اتش من فضلك، طولي بالك كده. حاضر طيب، حاضر. يعني احنا تفضلي، عندنا أنا اي ماده، لا حول ولا قوه الا بالله. تفضلي تفضلي عندنا تفضلي. اي ماده، من غير ما تقولي اتفضلي كفايه تقفلي المايك. عندنا اي ماده اما تيجي تتحول لصورة أخرى تنشطر مثلا، بنلاقي إن مجموع وزن هذه المادة والطاقة اللي كانت داخلها بيساوي مجموع المنتجات. ما عندناش حاجة لا زايدة ولا حاجة ناقصة. يعني أهي اليورانيوم 235 اختفى، ما بقاش موجود، تحول إلى إيه؟ تحول إلى منتجات وطاقة. أنت بتعتبر إن عدم وجود، إن اليورانيوم مش موجود يبقى ده عدم اليورانيوم، لا. مفيش حاجة كده اسمها عدم اليورانيوم، لا. في تحول. استبدلنا كلمة انعدام اليورانيوم بتحول اليورانيوم، وهكذا نقدر نقيس. ده ايه انت ما دخل ده بتيجي بالجماعه؟ تشتري، إيه لحظة يا دكتور؟ جماعة، لحظة يا باشمهندس ايه دخل أسامة، ده لحظة. بالتحول؟ بجد يا والله ايه سيدي بعد ما اخلص علق يا سيدي، ايه دخل انا في تواية دخلته تحول مع بعضه. صوره لصوره حاجه طول بالك وتحول اسمعني حاجه؟ للآخر يا باشمهندس أسامة. معلش يا باشمهندس، ده خليها احنا تكمل يا مداخلتها، جماعة، تفضلي. طيب ممكن تبعتيه رسائل. ده احنا يا جماعة ما بنيجي نقرا السعرات على اي شيء، بنلاقي ان المجموع بتاعها ده لو جينا قسمنا الاشياء يقول لك مكون من ومن ومن ومن، ويجي يجمع لك يقول لك ان ده بيعادل سعراتها وتحولاتها والى اخره. تقدر تعرف انت لو اكلت قد ايه هيزيد البروتين والعضلات الى اخره داخلك بشكل ازاي. انت بتغفل ده. يعني انا لما اشرب ازازه البيبس واستفدت بطاقتها، هل البيبس عدم؟ لا، هو تحول، انا اخدت الطاقه. دي النقطه اللي الناس كانت بتغفلها اثناء استنتاجاتها او بتحط المنطق بتاعها. انا بطلب من الاستاذ، هو مشي. طيب لا انا بطلب من اي حد ده بيقول ممكن تكون استحاله اجتماع النقيضين، بنى ده بناء على ايه؟
لعدم استقرائهم في الواقع، ولا في حاجة تانية ازاي بس العدم دي؟ سلمت انت بيها؟ قلتي مفيش عدم، انت قلتي مفيش عدم، براحتك ازاي يا تقولي استاذ إيرين، العدم؟ بالله عليك انا هقول جمله واحده بس، يا جمله واحده. هندسة، استنى الله انا سامع يخليك، من بدري. والله جمله واحده، جمله واحده قولها بس. انا طيب، بس وهات عايز المايك. افهم للدكتوره يعني ايه خليه اجتماع يقول نقدين. خليه يقول خليه يقول. يعني ايه اتفضل اجتماع يا نقدين يا مهندس دكتوره؟ اسامه. انا دلوقتي نايم، انا دلوقتي نايم، صحيت الصبح، شربت القهوه بتاعتي ووقفت على التريد ميل، بقيت بجري، تحولت من النوم للجري، ده اسمه تحول من حاله الى حاله. انما اجتماع النقدين ان حضرتك تقولي ان انا نايم وفي نفس الوقت بجري على التريد ميل، ده اسمه اجتماع نقدين يا دكتوره. انما التحول من حاله لحاله ده حاجه تانية. فحضرتك فهمت يعني ايه احنا بنقصد باستحاله اجتماع النقدين؟ اتفضل يا ايرين. انا برضو عايز اسال، هي قالت مفيش عدم وفي نفس الوقت في كلمتها قالت مرتين العدم، قالت العدم وعدم. طب ليه يا استاذه حنان؟ يعني هو ليه العدم وليه مفيش لا، ما عدم في هو نفس الوقت؟ المقصود انا بيه عايز عشان افهم احنا النقطه دي. متعودين على الكلمة، يعني استحالة اجتماع. عشان انت متعوده عليها فقلتيها. ايوه بالظبط كده، يعني استحالة. طب هل اجتماع النقدين ده شيء؟ لحظة بس، طول بالك عليا. دكتور ما أسامة، هو انا عايز باشمهندس اسال سؤال أسامة. وجواب عشان الناس طيب بس أعلق محتاجه على دورها. الباشمهندس أسامة وأرجع لك حالا، طول بالك. يعني ماشي يا ماشي. باشمهندس أسامة، عشان عمرك ما رصدت واحد صاحي ونايم حضرتك قلت استحالة اجتماع النقيضين، ولا حد زود حضرتك بالمعلومة دي إن النقيضين لا، لا مش يجتمعوا؟ علشان ما رصدت ولا ما رصدتش، عشان ده اصلا مستحيل يرصد لانه مستحيل عقلا جبت اصلا. منين بقى إنه مستحيل يرصد؟ إحنا في أمور كانت مستحيلة وحصلت. طيب لو قلنا واحد نعم، زائد واحد، لو قلنا السؤال واحد هو زائد ايش واحد هي يساوي اتنين، البديهيات وواحد العقلية. زائد واحد عفوا، يساوي 15. معلش يا أستاذ أسامة. احنا بس في نقطة خلاف بسيطة، اللي هي ايش البديهيات بالنسبة. هل سمعتي بإشي اسمه بديهيات عقلية دكتورة حنان؟ عشان يعني احنا أنت بس انتوا بس بتروحوا نبين. ليه بس؟ احنا كان في نقطه بنتناقش فيها، نرجع لها مش عارفة تاني ليه؟ يا ليه كل استنى واحد بس يا بياخد خلي أستاذ المايك؟ إيرين، الحوار استنى ثنائي، استنى استنى. محدش يفتح المايك. يا ايرين، انت حاضر. والدكتوره طيب حنان. يا طيب حلو. دكتور احمد، هو مين طيب مين انت احنا اللي بعد هيك يا استنى استاذ طيب ناصر. يا بننتظر نص دكتورة يا حنان بس انت اسم. بعد تعلق، هي ايرين يا استاذ حتاخد ناصر. فرصتها يا تعلق. دكتوره ما لا تفتحيش لا انا المايك. مش هتاخد هتكلم، بس انا هسأل هو حاضر مين حاضر. مين اللي نزل نص تسطيط يا ثواني. طيب دكتور احمد؟ ايه؟ مين اللي طيب نزل بعد أسامة، يا اذنكم جماعه ما تسطيط؟ بعد حدش أسامة يا اذنكم يفتح استاذه المايك لو مهيجان. دكتور. سمحت. يا جماعه ما حدش يفتح المايك. يا ايوه ايرين انت مع شكرا. الدكتوره حنان، حاضر. اتفضل. شكرا. دكتور حنان موجوده؟ ايوه سامعاك. طيب ما انت اما قلتي ان اتاخر احنا اعرف ان انا بدوس على المايك. اتفضل حلو. سامعاك. انت قلتي ان احنا بنقول كلمه عدم والعدم بس عشان متعودين عليها. هل اجتماع النقيضين ده اصلا شيء؟ لا، ما انا بقول لحضرتك انا بتكلم كضروره عقليه، حضرتك سلمت بيها لا انا كضروره سالت عقليه. سؤال. لا انت لا لا, لا. لا انا سالت اساسا سؤال. لما نتفق ابقى يعني اعرفها لك اجتماع ان شاء النقيضين الله. ليس بشيء. اجتماع النقيضين ليس بشيء صح؟ اما نتفق على مصدرها نتفق عليها نسميها. اما نتفق على انا مصدرها. بسال، انا مش بسميها، انا بسال هل هي شيء او لا. لا يا سيدي، انت من ضمن دي بديهيات عقليه ممكن تكون مفاهيم في دماغك مجرده ان انت قلت. ماليش دعوه بالمفاهيم، هل هي شيء؟ لازم تديني مثال عليها. هل اجتماع النقيضين بشكل عام شيء؟ لا، ده مفهوم تجريدي يا فندم، قول لي مثال بالتحديد عشان أقول يعني هو لحضرتك. مفهوم تجريدي وليس بشيء صح؟ انت بقى بتوصف بيه الاشياء، الشيء ونقيضه لا ثواني يجتمع. بس، ثواني. هل هي مش شيء وهي بس مثال تجريدي صح؟ ده اللي انت قلتيه. هسأل سؤال تاني بعديها وركزي. انت قلتي لي لازم تديني مثال عليها. ليه لازم اديكي مثال عليها؟ يا سيدي الفاضل، انت بتقول اجتماع الشيء ونقيضه استحالة عقلية. بنيت على ايه ان اجتماع الصاحي والنايم لا يجتمعوا والحي والميت لا يجتمعوا؟ لان انت ما شفتش قبل كده واحد صاحي ونايم، وما طب احنا شفتش قبل نرجع خطوة كده. تاني. لحظة اكمل لحضرتك، طول بالك. وما شفتش قبل كده واحد صاحي وميت. هل لو ده حصل فعلا في الواقع، في العالم الواقعي اللي احنا عايشينه، حضرتك هتعتبره مش استحالة عقلية؟ طيب انا هاخد. لو لحظة خلاص بس، كيف؟ لسه ما لا ما كملتش. احنا مش في لا لسه محاضرة، ما احنا قلنا كملتش. لا، مثال. النقطة اللي جاية مهمة عشان اصل ده كلامي، ده طب اللي ما انا حلو، بتبناه. بلاش نقتصر لا كلام لا، لازم لمحاضرة، اللي يعني بعدها. نخليها 30 ثانية 30 ثانية. كملي حاضر، بس كملي. لا، لازم اقول لك الجملة دي وهظبط اقولها. الزمن بعد كده. ماشي. لان انت لو بتبني الاستحالة العقلية على انها مش موجودة في العالم الواقعي، يبقى احنا عندنا استحالة عقلية لاشياء كتير حضرتك بتسلم بيها، زي واجب الوجود. اللي انت عملتيه ده اسمه ايه؟ يعني انا عايزك تبصي لاول كلمة انت قلتيها والاخر كلمة انت قلتيها، ده اسمه ايه؟ ده بتسميه ايه؟ مداخلتي او طرحي.
لا 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 الكلام نفسه اللي انت قلتيه، انت حضرتك قلتي واحد ميت وصاحي وبعد كده نقدتي الفكر ده بيكون موجود على الحقيقة، ده اسمه ايه؟ لا انا بقول حضرتك قلت اعتبار واحد صاحي وميت في نفس الوقت ده اصبح اجتماع نقيضين، حضرتك رفضته استنى يا عشان دكتور احمد اتزودت ثواني. بيه، ولا بالفعل انت عشان حضرتك اللي ما بترصدوش في الواقع بتقول عليه استحالة عقلية؟ ليه لازم ارصده؟ انا بقول لحضرتك حكمك على الاشياء بيتم ازاي، انت سميته استحالة يعني عقلية ليه؟ هو يعني استني بس فصل كده، انت اللي يعني هو مسميه، انت انا بتقول لازم اسميه، استحالة اجتماع النقيضين، سميته بالشكل انا ده ليه؟ انا لازم اسميه. يا فندم احد، يا بص يا ايوه استاذ، ايوه او لا، ردي لا 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 عليا، لازم مفيش اسميه مفيش ايوه او ايوه لا ولا بس. مفيش ايوه ولا. يعني انت ليه بص، مفيش ايوه ولا؟ ما انا هقول لحضرتك ليه، لان انت عايز تاخد مني اشياء بالتسليم، يبقى احنا بقى كده نسلم من لا 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 البدايه. مش بتسلمي خالص، انا لا لا بسالك لا هل لازم اسميه؟ لا لا هقول لحضرتك ليه. يعني انا لما باجي مثلا، مش تقولي اسمعني لي يا ليه، ما استاذ، سالتكيش ليه، انا قلت لك قولي لي ايوه او لا في البدايه قبل ما تقولي لي ليه، هل انا لازم انت اسميه؟ صاحب انت صاحب الادعاء ان اجتماع النقيضين استحاله عقليه، مش كده؟ هل فانا انا سالت، انا لا مش صاحب اسمعني، ادعاء، انت انا مش صاحب صاحب ادعاء، الادعاء ده. انا مش صاحب انا ما ادعيتش حاجه، انا سالتك ايوه سؤال ايوه، مين بسيط. صاحبها بقى؟ هل لازم اسميه؟ ماليش دعوه باسئلتك التانية، تسمي لفي مع يا نفسك. فندم، احنا هل بنتكلم على بديهة عقلية حضرتك بتقدمها ما في اتكلمتش عن طرح. بديهه، ما اتكلمتش عن بديهه، انا قلت لك هل لازم اسمي الشيء اللي انت لسه قايلاه من دقيقتين، وانا عارف انك نسيتي ايه هو الشيء، فانا مش هفكرك بيه من كتر ما اتكلمت كتير لا لا ورميتي لا لا مواضيع لا مختلفه. هل لازم يا اسميه؟ سيدي الفاضل افهم طرحي، واوعى تلجأ ان انت اللي قدامك تلزمه باشياء. انت عندك دلوقتي احجية محتاج تحلها للناس، انت على اي اساس ليه بتقول؟ استني بقى، ليه لا لا عندنا احجيه استناني، اصلا؟ لا انتوا بتقطع كلامي ليه؟ انت بتقطع كلامي عشان تروح في اتجاه معين، انت اللي عندك الاحجية. انت هو دلوقتي انا سالت لا سؤال، حول ولا قوة الا بالله. وعند طب العقلاء السؤال يا ده دكتور هل احمد، مش ما اجابته ينفعش، ايوه او لا. دي مش طريقة نقاش، ما فيش حاجة اسمها ايوه ولا لا. يعني يا سيدي الفاضل، انت دلوقتي بتستند للبديهيات العقلية بناء على ايه؟ على عدم طيب. رصدها في الواقع فاصبحت استحالة، ولا في شيء اخر حضرتك بتعتمد عشان تسميه استحالة؟ لان كان في امور مستحيلة بالنسبة لنا وجدناها انها بتحصل، فانت اسناد حضرتك ان عدم استحالة اجتماع النقيضين بسبب عدم رصد اجتماع النقيضين، ولا عند حضرتك حد زودك بالمعلومة دي؟ خلصتي؟ اتفضل سامعك. ممكن بقى اجابه على سؤالي هل لازم نسميها؟ انا اللي صاحبة السؤال، حضرتك هترد عليا بسؤال تاني؟ اهو ما انا سؤالي مبني وانت بنيتي اجابه وسؤال من غير ما تردي على سؤالي اصلا، يعني انت عملتي رجل قش. انا اللي قلت. السؤال بتاعي بقى، السؤال بتاعي اللي انا سالته من 3 دقايق ونص، لا 3 لا دقايق و28 ثانيه عشان انا اكون سألت، على وجه التحديد. انت جيت بعديه. 3 دقايق و28 ثانيه هو عشان اكون على وجه التحديد، هل لازم اسميه؟ يا سيدي الفاضل، انا صاحبة سؤال محتاجة اجابة منك. انت ده اللي هو الحاجات، انت مش هتجاوبيني بس عايزه مني اجابه صح؟ يا سيدي الفاضل انت صاحب ادعاءات، انا مش صاحبة ادعاء. انت دلوقتي طيب خلاص، ممكن تقفلي المايك عشان اجاوب، خلاص شكرا يا استاذ طب احمد. عيد فكرتك تاني يا ايرين كاملة انا وخلاص. لسه هعيدها. الفكره باختصار ان اي دليل هتتكلم بيه استاذه حنان مبني على استحاله اجتماع النقيضين، فاما ان هي تقول بالمبدا ده، او اما ان كلامها مش ملزم ليا، مش ملزم باي كلام هي تقوله، فبالتالي هي وقعت، مفيش كلام تاني هتقوله، مش هتجاوبني. سالتها السؤال هي نسيته، انا سالتها سؤالين ما جاوبتش ولا اجابه، بسالها السؤال تروح بانيه طرح، عشان كده انا كنت بقاطعها، تبني طرح وتروح سائله سؤال، اقول لها طب جاوبي على سؤالي اللي قبل الطرح بتاعك، تقول لي لا انت صاحب الادعاء. انا ما ادعيتش حاجه، انا سالتك اسئله بسيطه. بكل اختصار يا استاذه حنان، يا اما هتلتزمي بالمبدا يا اما كلامك مش هيكون ملزم نهائي، فبالتالي مش هناخد بيه. موضوع بسيط. اتفضل يا استاذ احمد، كمل الدور وكملوا رمكم كده. تمام طيب تمام، ربنا يكرمكم. حابة تعلقي على شيء يا دكتورة حنان؟ دكتور معلش يا دكتور احمد، انا جيت وحضرتك موجود، دكتورة اتش عندها خصومة معايا لا بتقاطع كلام. والله لا والله، طب أنا بحكي ممكن بالفكرة، أنا ما إلي علاقة انا بالشخص. أنا ثواني. حاليا جردت الموضوع من الشخص أنا يا دكتورة، طب ما عندي معلش يعني أنا بس بدي أسأل دكتورة، حضرتك سؤال. ادينا وقت عشان نروح. هل حضرتك موجودة معنا بالغرفة؟ لا يعني هل حول. حضرتك معنا بالغرفة؟ يا معلش أنا أعطيني من وقتك هيك طب لو دكتورة اتش، سمحت يا بالثانية. دكتورة هالة، أنا بكل دكتورة اتش، احترام والله، من لو فضلك أنا سمحت يا دكتورة دكتورة اتش، هالة عشان بس من الحوار ما فضلك. طيب يتعطلش، حاضر. الأستاذ اللي والله مالوش لو اسم طيب نخليه يعلق مع على أستاذ أسامة خلص. الأستاذ اللي حاطط في صورة بيستس قطة. أنا وقفت الريز هاند، فما بعرف يا دكتور نفتحها الريز هاند ولا شو؟ افتحي ريز هاند بس الفكرة خلينا إنه انا اللي اطلع الناس، الله يحفظك، يعني انا اللي هطلع الناس. حاضر حاضر حاضر. معلش يا انا دكتورة عندي حنان، بس الأستاذ آه هيكمل.
خلص الأستاذ اللي تمام هو تمام. حاطط لا أنا صورة قطة. مش اتفضل. مش هضيع الوقت، خلي اتفضلوا كملوا مع بعض يعني. بس إنه أنا بقول إنه يعني هو الأستاذ إيرن كان عم بيحاول يستفز قدرات حضرتك العقلية زي ما إحنا كلياتنا نتناقش مع بعض بالعقل. يعني إحنا عندنا كلياتنا نفس الآلية اللي هي العقل. فإحنا لما معلش يعني انا نقعد معاكي نسأل الآن محدش يطلع حد يا عقلك جماعة لو يا اتش سمحتوا، وارد. محدش يطلع حد لو سمحتوا. انت لا ما أنا شاء الله بطلعت والله اتش، يا دكتور. انت ما شاء الله اتش عقلك ما شاء الله. انا ادعي لي بس ان ربنا يرزقني. الحمد لله الحمد طب لله، تسمحي لي وربنا اتكلم؟ يكرمني طيب ويكرم الجميع. وايه كمان يا وانت أستاذ اموره اللي وليكي حاطط، حضره، ممكن اتكلم؟ انت زي اتفضلي الاطفال طبعا تناقضوا طبعا. في أنا الفهم. قصدي لا في بالأداة حد يا اللي دكتور عندك. أنت هيتكلم، اللي عندك هو الأستاذ اللي حاطط صورة والله راجلين ما ده. بطلع بالأداة اللي يا عندك دكتور اللي هي خلاص يا العقل دكتور، عايزين هي. نكمل الحوار. ما هو أستاذ أسامة وأستاذ يعني يا الآخر اللي أستاذ اللي كان حاطط صورة راجلين اتفضل اتكلم. تمام ماشي. هو بس طيب كان إجابة سريعة كده على دكتور حنان، كانت بتقول محدش رصد خالص اجتماع الناقدين وكده، بس هي غاب عنها في تجربة حصلت في السبعينات في لوكسمبورغ لباحث فيزيائي أثبت في المعمل إن الناقدين بيجتمعوا. بقى أنا ممكن أحط اللينك فوق دلوقتي، والكلام ده مثبت معمليا يا دكتور حنان، فأتمنى طب يا تراجع. استاذ عمرو انا ما قلتش كده، انا بقول لحضرتك الاستحاله العقليه، وارجو ان انت تجاوبني طالما انت طلعت. الاستحاله العقليه لاجتماع الناقدين او لاي شيء حضرتك بتبنيها لانها مش محققه في الواقع، ولا عموما حضرتك زودت ان في استحاله لاجتماع الناقدين؟ لان لو حضرتك ما بتسلمش بيها لانها مش محققه في الواقع، يبقى كل شيء مش محقق في الواقع اصبح استحاله عقليه، طب وبناء حضرتك عليه معترفة؟ يبقى واجب الوجود استحالة عقلية. تمام، يعني ادينا انا خلص. دلوقتي انا شفتهم بالتجربه، يعني التجربه محطوطه على اليوتيوب، تقدري تخشي تشوفيها والناقدين بيجتمعوا قدام عينك. هم ايه هل النقيضين حضرتك دول؟ هم ايه النقيضين اللي يعني عموما اي نقيضين بيجتمعوا؟ اديني مثال عليهم. التجربه بتاعت يعني واحد صاحب ميت، ولا واحد قصير وطويل، ولا تقصد بيها ايه؟ يعني هو انت حضرتك بتقولي ان هم بيجتمعوا ولا لا لا انا الاول؟ بقول لحضرتك بتبني الاستحالات العقلية بناء على ايه؟ على عدم تحققها في الواقع، فانت هتقول اللي ما بيتحققش في الواقع ده استحالة عقلية. تيجي لحاجة تانية تقول هي مش متحققة في الواقع بس ممكن عقلا، فانت بمزاجك انت بتريح دماغك تقول انا اي حاجة ما بتحصلش في الواقع تصبح استحالة عقلية. فعشان كده سألت السؤال، لو حدث اجتماع الناقدين في الواقع هيصبح مش استحالة؟ يعني رفضك ليه واصبح ان هو استحالة عقلية بسبب عدم تحققه في الواقع، لان كان في اشياء مستحيلة وحدثت واصبحت ممكنة، ورغم ان واجب الوجود مش محقق في الواقع لكن حضرتك بتقول عليه ممكن. هو دي ما هو بس كلامك ده غير النقطة ملزم اللي بتكلم اللي دلوقتي. انا اقصده يا دكتور حنان ان هو الباحث كان جاب الكلي او قاعده وحمض كده وحطهم مع بعض، دول فمن مش ضمن نقيض. الباي برودكت بتاع، ما هو لسه مش ناقدين، بس من ضمن الباي برودكت كان في ناقدين كده جاء على جنب اسمهم اجتماعهم. فهل حضرتك اسم المادة يعني الكيميائية اللي هي فيها ايه؟ اجتماع ناقدين هجيبها لك طب ماشي، على ما اجيب لي اسم المادة طبعا الشيخ فارس منورنا هو اللي يقدر يتكلم في المواضيع دي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة عليك بالجميع. السلام، حياك الله يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة حنان، أنا عندي أسئلة بسيطة وبعد ذلك سأنزل. هل أنا أو غيري مما في الغرفة ملزم بالجواب عن سؤال غير موجود؟ أستاذ فارس أنا سؤالي محدد. أنت حضرتك دكتورة هتطلب حنان، أنا صعدت فلسفية. أسألك، أنا لو كنت في حوار معك قولي يا لم سيدي تجب على الفاضل، سؤالي. أنا صعدت هنا لا وسألتك سؤال أجيبيني. دكتور أحمد الشامي كان قال نقطة وأنا كملت على أساسها. أنت حضرتك دلوقتي عايز تعمل متاهة عشان ما تجاوبش على السؤال، دي ما حاجة عندي يا متاهة، سيدي ما تجاوبش. خلاص ماشي. أنا ما جاوبت على السؤال. اشهدوا يا من في الغرفة أنت يا جميعا سيدي أني لم أجب على أنت سؤال فزت الدكتورة حنان. وأفهمتني ممكن تجيبيني، هل أنا ملزم بالجواب على سؤال؟ هل أنا ملزم بالجواب على سؤال غير موجود؟ أجيبيني دكتور يا حنان. سيدي الفاضل، أنت أساسا لازم تجاوبني الأول على السؤال اللي أنا قلته لحضرتك، وهو عاجز، أنت أنا رفضت عاجز، اجتماع أنا النقيضين على عاجز، أي أساس؟ عاجز على فندم، الجواب، عاجز. خلاص انتهينا، ما عندي جواب. وأنا بس هجاوب على يلا، حضرتك ممتاز. وأنا أنا هجاوب أنا حضرتك أنا على أي سؤال. اتفضل اسأل. أي سؤالي، هل أنا ملزم بالجواب عن سؤال غير موجود؟ اسأل نفسك، ما تسألنيش أنا. لا، أنا أسألك أنت. لا لو بسأل نفسي أنا ما جلست أعرفش تحت. إيه هو السؤال ده، قوله لي عشان أعرف أنت هتقدر تجاوب عليه ولا لا. أنا أسألك الآن، أنت أجيب على سؤالي. هل أنا ملزم؟ الناس كل من في الغرفة سمعوا سؤالي.
هل أنا ملزم بالجواب على سؤال غير ما موجود؟ انت حضرتك اللي تحدد مش انا. اسالني انا بقى. أنا أسألك أنت بناء على مبانيك وعلى لا اسالني مبادئك وعلى كل حاجة في رأسك. تجاوبي على هل سؤال مش أنت موجود. هل أنا ملزم أو أي شخص في الغرفة أنت أو أي كائن بشري يمشي على الأرض، هل هو ملزم بالجواب عن سؤال غير موجود؟ طيب لما تسالني بقى عشان تعدل، انت لما تيجي تقولي هتقدري تسالي تتجاوبي على سؤال مش موجود، ازاي انت سميته سؤال وهو مش موجود؟ عادي، اجتماع النقيضين جائز. يا فندم انا سؤالي سؤال مش ومش كده، انا ما موجود. قلتش اجتماع كده نقدين خلص. جائز. انا قلت سؤال ومش موجود. تفضل. انا قلت الاتي. مش رد. إذا أنت تسلمين بامتناع اجتماع النقيضين، أنا أفهم هذا. انتوا ولا يحزنون. اسمع يا شيخ فارس، انتوا بتجروا على طول كده ليه؟ تروحوا تلحقوا نفسكم يا بيه. انت الاستحالات العقلية على مزاجك، يعني شوية تقول طيب معلش ان اجتماع دكتورة حنان من النقيضين فضلك، استحالة اسمه عقلية. يا إما الأستاذ فارس يا إما الشيخ فارس، معلش ما اسموش يا خلي بيه الحوار لو ثنائي يا سمحتوا. دكتورة، حتى لو أساءت أنا حتى لو بعرف، أنا أساءت بس طالما ما لا ساءتش لا 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 للمقدسات خلاص. شيء، لا شيء ما تقاطعيش لضوابط الحوار الله الغرفة، هي يكرمك. عم بتسيء لشخص الشيخ فارس، عم بتقول له يا بيه، يعني ما هو بيصير نقول يرد، هيك. هو دكتورة الشيخ حنان يرد، بتقول يا احنا بيه. بنقولها في مصر. يرد، هو دكتور الشيخ احمد، يرد. معلش طيب دكتور تفضل. صراحة بتتصرفي تصرفات مش لا عيب. معلش، انا لو لا لا واحد أنا صح ما بقبل، معلش ليش الإساءة مرة انا لشخص ما اعرفش انتوا الشيخ سمحت يا فارس يعني؟ دكتورة ما بتسألوا تتدخليش في ليه؟ الإدارة يا دكتورة حنان، ما تتدخليش في الإدارة لو حاضر سمحت. دكتورة هي انا قلت دكتورة لحضرتك دعيها. لو متضايقة يلا من نريد وجود جواب الآن. هستأذنك يا هتقولوا غير دكتورة هلا، خلي الحوار. كمل نقاش غير ما تسقط دكتورة اتش. حلو الكلام. بتقولي عايزين امشي. بتقولي إيه؟ دكتورة لا تتدخلين كرما. لا تقول يعني حاضر لا يا شيخ، تتدخل دكتورة. حاضر يا خلاص دكتور صمتك أحمد، مع خلاص يا دكتورة حنان، أنا تعملي مش روم هتدخل تقدير بشي دكتورة زي بنقاشك يا العربية. أخت. يا 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 ست يا الكل يا روم بيه، يا تقدير بيه حنان، يا أبلة جيلها. حنان، يا أبلة حنان، أنا مش هتدخل في النقاش خلاص. اتمنى اتفضلي كملي. اتمنى هقفل المايك سؤالي خالص، هطلع على بالتحديد يا الشغل شيخ أصلا. فارس. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا طالعة على الشغل والله. اتفضلي. سؤالي بالتحديد يا شيخ فارس، الاستحالات العقلية عموما اللي من ضمنها اجتماع النقيضين، حضرتك ده سببها ايه؟ ان زودت بيها لا ان تسأليني، جاوبي على سؤالي. أنا لم أسمع جواب ما سؤالي. انا كيف تسأليني وأنت ما جاوبتي عن سؤالي؟ تاني سؤال بالتحديد، هل تستطيعي الاجابة؟ السؤال هل أنا ملزم؟ لا أنا سؤالي هل أنا أو أي إنسان أو أي كائن بشري أو أي كائن واعي، هل هو ملزم بالجواب عن سؤال غير موجود؟ ازاي هو غير موجود وسميته سؤال؟ عادي، اجتماع نقيضين جائز. أنا يا ما سيدي رصدت امتناع اجتماع يا النقيضين. حاضر. انا وصفي ان حضرتك قلت على اجتماع النقيضين استحالة عقلية. ايه السبب ان انت قلت عليهم استحالة عقلية؟ هل بسبب عدم رصد اجتماع النقيضين في الواقع، ولا حضرتك حد زود بيك ان مش ممكن ده يحصل؟ انت على إذا لا اي يوجد اساس؟ جواب عن سؤالي، إذا لا يوجد جواب عن سؤالي، يوجد محاضرة. لا يا فندم، انت اللي انت عملته دوت، انت بمصادرة على المطلوب. انا اللي بسأل ما في حضرتك مصادرة على المطلوب. مصدرك ايه يا فندم؟ انا بنتظر يا شيخ فارس ان انت تخلص. انتوا بتفتحوا المايك ما في. أنت أعطيتيني محاضرة، أنا ما أبغى محاضرة. أنت طب قلتي لي كيف اتكلم سميته سؤال وهو مش موجود، قلت لك اجتماع النقيضين يا جائز ونحن لم نرصد يا شيخ فارس امتناعه. انت يا ما شيخ رصدنا فارس وخلاص. يا تفضلي. شيخ، انتوا ليه بتبنوا كده يا جماعة من غير ما الناس تتكلم؟ مش بالدراع الإثبات. احنا عندنا إثبات تاني وانتوا رافضينه. انتوا بتتعلوا بتقولوا ان احنا عارفين ربنا بعقلنا، والله ما عارفين هو عقلكم. والدليل ان حضرتك لو حدثت شيء في الواقع، انت حضرتك بتقول عليه ان هو ممكن، لو لم يحدث بتقول عليه ممكن برضه. ازاي وانت اللي ما بيحدث في الواقع حضرتك بتقول عليه استحالة عقلية في بعض الأحيان؟ الاختيار ده بناء على ايه؟ عشان ما تحمي قلت استحالة عقلية فرضيات. يا دكتورة حنان. بتفتح لم المايك أقل لما استحالة عقلية. نقاش ما قلت عقلي، استحالة لما عقلية انت بس. تلجأ على طول وتهيص كده وشفتي واثبتي ما ينفعش كده. ده شيخ فارس انت كبير على كده. لا أكيد، أنا بس أقول لك أنا ما قلت استحالة عقلية يعني، بس يعني عشان ما تطولين في شرح الفكرة التي أنا لم أقل بها يعني، بس ليس مقاطعة يعني، فقط يعني تسريع لعملية الحوار وتوجيه إلى مكان الفكرة التي نريد أن نتناقش فيها. بس هذا هو دكتور حنان لا يعني. هو احنا ما ينفعش نجاوب تقريبا، احنا لازم نفتح اجابه وندي فيها محاضره، وما تكونش اجابه على السؤال ده، لا تكون اجابه على سؤال من وحي خيالنا. معلش يا شيخ فارس اعذرني. طيب يا اخواني الكرام، بناء على طريقة الدكتورة حنان كل واحد منكم لا ما ملزم تجيبنيش على كلام. دي طريقة احنا عارفينها.
وبناء ولقد اجل ايش؟ ألزمناهم ولقد قالت. لو اجل احنا ايش مسكنا ايش ايش؟ النقطة اي ما الطريقه لا لا الصحيحه؟ ما الطريقه بص الصحيحه؟ لحظة يا شيخ فارس، لو انتوا بتجاملوا بعض في الإدارة هيصوا وقولوا احنا عملنا وعملنا، ده خواء. لما تقعدوا بقى كده كل واحد يقول له صح ده ايه يا استاذه حنان؟ زي اللي محبوس ده جوه ايه؟ افكاره انت قلتي ده بيحاول. ايه؟ انا لسه ما خلصتش، لا لو انت قلتي سمحت ده ايه يا عشان انا دكتور. ما سمعتش اللي كانت بحرف خواء. خواء يعني ايه لما خواء؟ انت مش عارف. لحظة يا ابني، يا ابني لحظة، انتوا ليه مش صابرين كده؟ سؤال، انا دلوقتي صاحبة النقطة اللي كل واحد طلع عشان يعني يفهمني فيها، محدش جاوب وتسألوني أسئلة تانية. اما انتوا مش عارفين تجاوبوا على سؤالي بتلزموني بالإجابة على أسئلتكم ليه؟ انا قلت لحضرتك ايه مصدرك في الاستحالات العقلية؟ ما قلتليش حاجة. اصل انت رصدتي الناقدين ها اصل مش عارفة انا ابقى نايم وبجري على ايه ده وانا عايش ومش عايش. استعنا بعمرو دكتوره دياب حنان، عشان دكتوره نثبت وجود حنان، الخالق. دكتوره حنان، دكتوره والله حنان، كوميديا انت سوداء وحياة ربنا. ما عملت كوميديا. انت سالتي سؤال تريدين مني الجواب. انا انا ما ما استطيع سالتش حضرتك اجاوب على سؤال. يا استاذ اسمعني، يا شيخ فارس. السؤال مش حضرتك موجه لي، طلعت، السؤال ليس موجه لا لي. حول ولا قوه الا بالله، حضرتك طلعت تشارك في الحوار. انا ما كنتش لقيت حضرتك، واما جيت هنا كان كلامي مع دكتور احمد، نقل دكتور احمد على الاستاذ ايرين، استاذ اسامه دخل في الخط، دكتوره اتش لا دي مش بتشخصن. إجابة يا دكتورة، هل دي مش إجابة، لا حد لا دي مش إجابة، جاوبني على دي السؤال مش اللي انا إجابة يا سالته دكتورة. من اول نقطه انتهيت فيها من النقاش مع دكتور احمد؟ لا، لجأتوا لاسئله تانية. طيب دي مش دكتوره إجابة. حنان، نريد نبدا من نقطه الصفر. نريد ان نبدا من نقطه الصفر. سؤالك انت ما الدليل على الاستحاله اجتماع النقيضين؟ أنا أقول لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال إذا لم يكن هذا السؤال موجودا، ولا أي أحد ملزم بالجواب عن سؤال غير موجود. فلذلك أنا ابتدأت بهذه النقطة، وهي هل أنا ملزم بالجواب عن سؤال غير موجود؟ أنت ما استطعتي أن تجيبي. أنا عدت بالحوار إلى النقطة البداية، النقطة التي ينبغي منها النقاش. أنت رجعتينا إلى يعني مع الحوار انجر إلى الرجوع إلى خطوة للوراء، إلى من كنتم تتكلمون في واجب الوجود. الحوار جر نفسه حتى رجع إلى خطوة للوراء للبديهيات العقلية ومنها اجتماع النقيضين. فأنا قلت دامنا رجعنا إلى نقطة الصفر لازم نرجع مضبوط إلى نقطة الصفر، فرجعت مباشرة مضبوط لنقطة البداية، وهي وجود هذا السؤال الذي نريد أن نجيب عنه. فيا أستاذة حنان، من هنا أنا سألت إذا نرجع مضبوط. فلذلك أنا أعيد سؤالي من جديد عليك. إذا أنت تريدين تطالبيني أستاذة حنان، دكتورة حنان بس انتظري، دكتورة حنان بس انتظري. أنا ما أستطيع ليس هروب. أنا لا أستطيع أن أجيب على سؤال، هذا أمر لا أظنك تناقشين فيه، إلا إذا تناقشين فيه تفضلي. لا أستطيع أن أجيب على سؤال هذا السؤال غير موجود. إذا كنت تقولين إن السؤال غير الموجود أنا ملزم بالإجابة عنه، وضحي هذا لي، تفضلي. بص حضرتك يا شيخ فارس، حضرتك طلعت عشان تتناقش معايا في النقطة اللي أنا بتكلم فيها، وهي حضرتك لما بتقول على حاجة استحالة عقلية، قلت استحالة عقلية ليه؟ عشان هي مش محققة في الواقع، ولا حد حضرتك علم حضرتك وانت صغير ان دي استحالة عقلية؟ ده تكرار يا دكتورة حنان، خليني ما هو أفهمك محدش اللي جاوبني. هو هو يقصده. حد جاوبني على السؤال ده؟ هو يقصد يا دكتورة حنان إن أنا مش متأكد إن أنت بتتكلمي أصلا. طب كويس، اما تتأكد فهمت ان يا انا دكتورة؟ بتكلم يبقى تعالى جاوبني. لما حضرتك تقدري تثبتي بقى ان انت بتتكلمي اصلا ابقى جاوب. فهمتي القصه في ايه؟ خلاص ماشي. فهتقولي لي ازاي؟ ما انا بتكلم اهو، هقول لك اجتماع نقيضين، يمكن تكوني بتتكلمي وما بتتكلميش في نفس الوقت. بعد فهمتي يا اسبوع دكتوره؟ مش لما تثبتي انك فتحت بقك حلو اصلا. قوي هو كده. ده وجهه نظره يعني. اسمحوا لي بقى اكمل النقطة دي. يعني لما انا اثبت لحضرتك ان انا بتكلم وما بتكلمش يا استاذ يا شيخ فارس، حضرتك هتقبل باجتماع الناقدين، يبقى حضرتك اللي بيتحقق في العالم الواقعي حضرتك بتصدقه، لا اللي ساعتها ما بقى بيتحققش هيهرش في في راسه، العالم ساعتها الواقعي هيهرش في بنقول راسه يا عليه دكتوره. استحالة عقلية. ده شكرا. تكرار يا دكتوره، وهو ده اللي حضرتك انا كررت عايزاه. فكرتك كذا يبقى مره، نقول حضرتك يا كررت جماعة اللي مش هيتحقق في العالم الواقعي استحالة عقلية، يا دكتوره يبقى واجب هلا، يا دكتوره الوجود حنان استحالة حضرتك عقلية. بتكرري، ده تكرار، كررت النقطه دي كذا مره. احنا في نقطه جديده هي دلوقتي. والله انت هو بتحاول لو انت تهرب ما منها مش قدرتيش لوحدك. اصل ده تكرار يا ما انت دكتور. بتحاول تهرب انت لو ما منها ان قدرتيش انت تثبتي بتسفه منها. النقطه الجديده مش هي دي يا يا دكتور. دكتور انت احنا سمعنا كويس جدا ان حضرتك بتقولي ما هو مصدر الاستحاله العقليه،
وإذا لم تجيبوا فأنتم عاجزون. الموضوع ده سمعناه كذا ما مرة قلتش الآن. عاجزين إحنا في نقطة جديدة يا الآن. بيه، النقطة ما انت الجديدة عايز تخرج الآن من هي النقطة دي بنقطة إن جديدة. أنا ملزم بالإجابة على السؤال ده. طرح الشيخ فارس إن أنا ملزم بالإجابة على السؤال إن سألني أحد. فما الدليل على أنك تسألين؟ لأنه ممكن يجتمع النقيضين، ممكن تكوني بتسألي وما بتسأليش في نفس الوقت، أو قولي لا النقيضين مستحيل إن هم يجتمعوا، ساعتها يبقى إحنا متأكدين إنك أنت سألتي. فأنت كان جوابك دلوقتي يعني لو أنا أثبتت إن أنا بتكلم معناها إن النقيضين يمكن يجتمعوا؟ لا، معناها إنه هيهرش في راسه ويقول طالما سألت أدور بقى على إجابة. بس الأول اثبتي إنك أنت سألتي، هو ده الفكرة. ونقطة أخيرة يا دكتور حنان لو سمحت في 5 ثواني فقط، 5 ثواني بس. اصل انا لا المفروض 5 ثواني والله عشان أنا لا نازل المفروض بقى. ارد على واحد ما اردش على اثنين عشان لا. النقطة بتاعتك ما تروحش مننا. ماشي تمام، بس أنا بعد هستنى كده. معلش خليها تاخد مداخلتها، خليها. اتفضلي. يبقى احنا دلوقتي لو انا اثبت ان انا بسأل وما بسألش يبقى حضرتك هتقبل اجتماع النقيضين. يبقى حضرتك لا، ههرش في راسي وابتدي ادور على الإجابة. خليني اجاوب يا ههرش في جماعة. راسي وابتدي ادور على الإجابة. ساعتها هبتدي ادور على الإجابة يا دكتور. حلو. طب طول بالك عليا. يبقى اي حاجة هتحصل في الواقع حضرتك هتقول عليها انها ممكنة. لا ده مش بعد ما استحالة. ادور على الإجابة بقى، بعد ما ادور على الإجابة ساعتها هقول لك ايوه ولا لا. طيب يبقى اذا حضرتك كل اللي هيحصل في الواقع هيصبح ممكن ومش استحالة. الكلام ده لما تثبتي واللي ان مش انت هيحصل اتكلمتي، في وبعد ما الواقع اتكلمت انا عجزت عن الرد اصلا. لا حول ولا فاحنا قوة الا بنثبت ان بالله. انت اتكلمتي اصلا. طب استنى ما طب تخلص وأقول لو تسمح لي يا دكتور احمد، انا اسف، انا عايز اوضح، هقول نفس كلام الدكتور حنان بس بطريقه ثانيه. لا بس لحظه يا استاذ اسامه، انا اظن الفكره وصلت لجميع من في الغرفه. ما هو انا اكتفي بهذه النقطه. لا 30 ثانيه. لا لاني سانزل استاذ اسامه، لكن الفكره وصلت لجميع من في الغرفه. نحن امام خيارين اثنين: اما ان الشخص يسلم باستحاله اجتماع النقيضين وغير ذلك من البديهيات العقليه، فهنا نستطيع ان نتكلم. يشكك في هذه، فأنا من باب أولى أشكك أصلا في سماع سؤاله وفي وجود سؤاله، وفضلا أن أدخل معه أصلا في نقاش. فهو مضطر أنه هو الذي إذا هو هز هذا الأمر الذي هو مبدأ أصلا النقاش. نحن ما تكلمنا مع بعض إلا بعد الانتهاء من كون حنان موجودة وأنا موجود وصوتي موجود وصوتها موجود وغير ذلك من الأمور، وكل هذه مبنية على بديهيات. لا أستاذ حنان، أنا أريد أختم وسأنزل وأنت على الستيج، تستطيعين تعلقين بما شئتي. تستطيعين أن تعلقين بما شئتي. لحظة دكتورة حنان، إذا نزلت أنت عندك الوقت تستطيعين تعلقين كما شئتي. لا أنا جالس أتكلم الآن، أنا جالس أتكلم. أختم حواري معك. أنا أريد مش ممكن كده دكتورة حنان أريد أختم. أريد آخذ. ماشي يا دكتورة حنان، أريد آخذ أستاذ فارس وتقول مضمون غير اللي أنا قلته. دي طريقة. خلاص ممتاز. اتفضل يا شيخ. ممتاز. حاضر يا أساتذة يا كرام. لو جاءنا إكس من الناس. لا يا دكتورة، ده حنان أنا أتكلم يا دكتور. انتوا بتجاملوا بعض. انا اريد فرصه اخيره. لا ما في مجامله، ما في مجامله. هو محتاج دقيقه وبتقول الناس تطلع. بيتكلم عني انا، بيتكلم عني انا دكتوره بالله بالله دكتور حنان، بيتكلم عني انا اللي بقول بكده. اسامه فتح المايك. أليس منكم رجل رشيد؟ ايه ده؟ بالله عليك، هل من الاحترام انك تقولي كده يا استاذ دكتوره حنان؟ ليش متوتره كده حنان؟ ليه متوتره؟ ليه متوتره؟ هل هو يقفل المايكات؟ اقفل يا استاذ ترسين، اقفل يا دكتوره هاني. هنا يا جماعه انا كان يا دكتوره حنان واجب عليك يا انت دكتور. ليه مصممه انه ما يكملش كلامه؟ حضرتك مصممه ليه انه ما يكملش كلامه؟ لحظه، بدل ما تجيب لي 5 لحظه واحده ايه؟ انت مش عاوزه تسمعينا وتقولي لنا لحظه. يا سيدي الفاضل بيبني عليا كلام انا ما قلتوش. ما يبني، هو حر ما يبني. هو انت قاعده هنا غير عشان ترد على المباني؟ خليه يبني ويهدمي انت بعده. لا انت ما تلجأ للشتيمه برضو اللي انت بتشتمها ايه علاقه ده بالشتيمه؟ بيقول لي لا بس خلاص تمخض الجبل فولد فأرا. هو ده اخرك يا دكتوره حنان؟ هو ده اخرك يعني؟ بعد اذنك يا دكتور احمد بالله عليك. لا خلاص هذا اخرها. يا دكتوره هاله والله العظيم لن اتجاوز 30 ثانيه، لن اتجاوز 30 ثانيه. عاوزه تخرجي اخرجي يا دكتوره حنان، ما حدش هنا. لا انا مش هخرج، انت عايز تخرج. لا احنا انا بصراحه يا دكتور احمد بعد الكلام استنى يا دكتوره هاله، يا استاذ اسامه استنى. لا حد هيطردك ولا حد هيشتمك، هتنيكي مزنوقه على البلد كده. ان انت تجيب لي الناس ما كنتش كفيل ان انت ترد عليا. والله مهما استفزتيني هتنيكي مزنوقه على البلد. والله ما حد طالما استفزني بالصبح
حتى يا نيكي استاذ مزنوقه انا على البند. هوضح يا دكتور احمد انت كنت الشامي بتناقش سؤال فيلو الدكتوره لوحدك. حنان لحضرتك استنى يا استاذ وللاستاذ اسامه، فارس. يا باشمهندس اسامه، انت لو كرهتني تشوفي على الخاص مني يا انا هل والله ما يا جيت حنان، اجيب لك اي حاجه يا وحشه. حنان يا حنان، لو شوفي على الخاص هتلاقيني قلت لهم كلهم ما تطلعوش حد، والناس دي كلها هم اللي مطلعين. طيب يعني انت دلوقتي كنت بتناقش فيلو لوحدك، ما انا ليه قلت لك تمنع اهم هم اللي دكتوره مطلعين ايرين هم. تخلص لو خصومتها؟ شفتي طب على خلاص يا دكتور احمد يا حافظ، أحمد، استني يا هو هاله يا دكتوره هاله، يا جماعه انت جاوبت مش على عارف المايك تمشي لو الأسئلة سمحت، اللي بينكم. ما حدش في يفتح كده المايك ناس لو ذو سمحت. خبريه، يا استاذ يبقى احمد حافظ احنا ناس سامعني؟ كده، ناس ايوه انتوا دكتور احمد قايمين على معاك. المسؤولين تشهد مش بالله ان انا عارفين قلت لك ما يبقى تطلعش بينكم حد ولا وبين لا؟ بعض. والله لسه تشهد بالله، باعت على لي الاقل كنت باعت لي على قلت الخاص ان نقاش ما للدكتوره طلعش حد. حنان. تشهد يا يا دكتوره ايرين ولا ما حنان، تشهدش؟ تشهد يا يا دكتوره دكتوره هاله ولا ما ما انت حنان، قلت تشهديش؟ لي النقاش بين حنان نعم وإيرين، أشهد. ما انت يا دكتوره قلت حنان، بقك الروم مسجله، رجعت يا دكتوره هتبحثها حنان، دلوقتي يا دكتور احمد؟ اللي طلعوا انقذوكي من ايدي يا حنان. لا حول يا يا راجل. والله طب باعت هو لي من لازم نيكي الاول ما مزنوقه نحدد طلعش زي اي بينك حد. وبينها يا اما دكتور أحمد. قلت إيرين وحنان يتكلموا كانوا بينقذوني. طيب شهاده أو حق، والله فكان انت شهاده تقول انقذوكي، حق، لو لوحدك كان يا استمر مش الحوار ما الدكتور بيني وما احمد بينك الشامي اللي طلعني ولا الاستاذ احمد اللي دي طلعني. شطاره. في موضوع انت التسلسل. انا عايزه اقول لك على حاجه يا باشمهندس اسامه، أيوة. حقك عليا والله، ولو حد مزعلك في الدنيا الله يخرب بيته. انا امين ما يا رب. طيب اعرفش انا احنا بعفرتك ليه دكتور أحمد لا 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 والله مش ما طيب اعرف. طب معفرتك، اختمي يا حبيبتي، بالعكس شفت اختمي. بصوا كدابك بصوا يا على جماعه، البنات، انا ما عايز اعرفش اقول لكم، ليه. لا تختم يا جماعه، هي ما ينفعش تكون اصبروا يا محور ده دكتور. انت الاهتمام ده اكتر انت من كده. الصبح قلت بالظبط اختمي يا مصدر حنان. صراحة. طب يا قولي دكتوره اللي أنت حنان عايزة اصبري بس قولي. بالله عليكي، مسكت خلي اصبري رسول بس أسامة قلت اديني عليه يتكلم. انسان 30 ثانيه يا محترم دكتوره هاله. وانا قعدت تلعن فيا. يا انت كده دكتوره خلاص حنان، افلست يا حنان، انت كده خلاص الدكتوره افلست. حنان يا انت اتزنقتي قلت جماعه قعدتي بتقول، تكتبي وانا تحرر هعيد انت الرسائل. صياغه افلست خلاص. يا جماعة هو سؤالها لسه بقى بطريقه انا واستاذة ربما حنان تكون مفهومه شويه. ما شتمتنيش انا الدك... او ما شخصنتش معايا انا، فلسه بقى انا هي بس كده عجباني افلست خلاص، ما اه تفتحيش المايك. اتفضل يا استاذ اسامه. الدكتوره حنان يا جماعه باختصار بتقول لكم السؤال التالي: ليه اجتماع النقيضين مستحيل بداهة وعقلا؟ ده السؤال بتاعها. يعني علشان هي قعدت عماله تقول هو مش عشان مش موجود في الواقع ولا عشان حد قال لك. طب ليه هو مستحيل عقلا؟ هو بقى هي يعني ده معنى سؤالها. خلاص هربت يا ليه استاذ اسامة. الشيء البديهي عندنا بديهي عندنا؟ ممكن انا مش عارف هربت بقى الاجابه. يمكن عشان انا بالنسبه لي عشان ما وقعتش معلش على وين دماغي وانا صغير. راحت؟ انا ما هربت وقعتش على دماغي وانا صغير هربت. لا الصراحه، حول فدي ولا قوة اجابتي. إلا بالله. دكتور احمد انت ليه فضلت طلعت رد. مخليها؟ احنا أنا ما حتى ردها على فكرة. ما هي حد انا موجودة فضلت على البند. مخليها لحد ايوه ما اه صح. هي بنفسها تنهار زي ما انهارت كده، وبتقول الشيخ فارس انت شتمتني. الشيخ فارس شتمها دي لا اتزنقت 3 طبعا. وبتقول مرات وكل مرة اتشخصن والله في حد انا وبتقول شتم. لي يا جماعه استنوا، دكتوره ما حد حنان الشيخ من وبتقول لي